السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير. يا رب جميعا تكونوا بخير. يا رب الثلاث دروس اللي احنا خدناهم قبل كده يكونوا تمام معاكم. اولا حابة اشكركم جدا 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 على تعليقاتكم الطيبة قوي. بجد يا شباب انا بقرأ التعليقات، والله في بعض التعليقات منكم حرفيا بتخليني ابكي. دعواتكم ليا بالجنة، دعواتكم بزيارة بيت الله الحرام، دعواتكم فوق الرائع. بجد بجد شكرا ليكم على كل دعوة بتدعوها لي. ويا رب ان شاء الله لكم المثل وزيادة، اللهم امين يا رب العالمين. قبل ما ندخل في أي حاجة هنقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم افتح بيني وبينكم بالفتح وأنت خير الفاتحين، أو اللهم افتح بيني وبينكم بالحق وأنت خير الفاتحين. سامحوني بقى، النهاردة عندي دور برد شديد والله يا شباب. يعني أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، اللهم أمين. أتمنى الصوت يكون واضح. حابة أنوه عن كام حاجة كده في البداية. أولا في تعليقات كتير قوي قوي، ناس عايزانا إن احنا نحل على الثلاث دروس اللي احنا خدناهم المرة اللي فاتت. في تعليقات تانية ناس عايزانا إن احنا نعمل امتحانات على الثلاث دروس اللي فاتوا. طيب انا معاكم في ده جدا، يعني ان احنا نحل عينيا الاثنين والله ليكم يا شباب. ان شاء الله هنحل مع بعض كتاب الامتحان، وهنحاول نحل كمان كتاب التفوق. بالنسبه للامتحانات هنزل لكم لكل امتحان ان شاء الله، لكل درس امتحان باذن الله. طيب في حاجه جميله قوي كده عملتها منصه سحاب، ربنا يجزيهم عننا كل خير يا رب، اللهم امين. دعواتكم ليها، منصه رائعه تستحق الدعم فعلا. بصوا يا شباب، المنصه عملت ايه؟ عملت لنا جروبات للواتساب. جروبات الواتساب ديت، اولا احنا عندنا جروبين، عندنا جروب للبنات وعندنا جروب للشباب، ودي حاجه برضو كويسه جدا. ان سواء البنات داخله وهي مطمنه ان مفيش اختلاط في الجروب، مفيش حد هياخد رقم حضرتك ولد او حاجه. وانا برضو على يقين ان احنا كل الشباب اللي معانا محترمين جدا وكلكم اخوات. طيب احنا عاملين الجروبات دي ليه؟ اقول لك يا دكتورنا احنا عاملينها ليه. احنا عاملين الجروبات عشان باذن الله هحدد انا وانتوا يوم في الاسبوع انا هبقى معاكم في الجروبات دي. نحدد يوم في الاسبوع نفتح الجروبات، كل اللي عنده سؤال يبعته وابدا ان شاء الله ارد على اسئلتكم. طيب الجروب مجاني خالص خالص. الفكره كلها بس ان انا مش ببقى دايما متواجده ان انا اقدر ارد على التعليقات بتاعه الفيديوهات. فريق الدعم بتاع المنصه مشكور جدا جدا ان هم بيردوا عليكم، بس في شويه اسئله علميه بيبقى صعب ان هم يردوا عليها، فهم مشكورين عملوا لنا جروبات الواتساب. اتمنى ان انتوا تدخلوها عشان اقدر ان احنا نتواصل مع بعض فيها. هنحدد يوم في الاسبوع، غالبا هيبقى يوم اجازه، مثلا يوم الجمعه، وهو غالبا هيبقى الجمعه. لان السبت شويه هيبقى صعب عليا، فممكن بقى نحدد وقت كل يوم جمعه كلنا ندخل على الجروب، كل اللي عنده سؤال يبدا يطرحه. هنزل لكم ان شاء الله امتحان للدرس الاول وامتحان للدرس الثاني وامتحان للدرس الثالث، هنزل لكم اختبارات الكترونيه بحيث ان انت تقدر تمتحن وتعرف الدرجه بتاعتك بطريقه سهله جدا. ارجع واقول كل ده هيبقى مجاني خالص يا شباب، محدش يقلق. ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاع جروب الواتساب. هي الفكره بس ان انا عشان بتوه شويه في الفيديوهات، وشويه الوقت برده مش بيسمح ان انا ابدا ارد على كل الفيديوهات، فلما نبقى فاتحين انا وانتوا واتساب في نفس الوقت في الميعاد اللي احنا هنحدده، هقدر ان انت لما تبعت لي السؤال ابدا ارد عليك، نتعرف على بعض اكتر، ويشرفني ان انا اتعرف عليكم. طولنا كتير طولنا. طيب نبدا يا شباب مع بعض في الدرس الرابع النهارده، اللي هو بعنوان المحاليل وخواصها. عايزه اديك معلومه حلوه او مش معلومه، عايزه اقول لك على حاجه هتفرحك. ايه هي؟ ان انا ان شاء الله هحاول النهارده بعد ما نخلص الدرس هنعمل ايه، هحاول ان انا احل معاك شويه اسئله من كتاب الامتحان عشان ما تكونش زعلان خالص. طبعا تقولي طب يا مس، ما احنا كان عندنا 3 دروس فاتوا وانت ما كنتوش بتحلي معانا كتاب الامتحان. هنحاول واحده واحده، اعمل لكم حلقه، اعمل لكم فيديوهات كده صغيره لحل كل درس من ال3 دروس اللي فاتوا. طيب من اول دلوقتي، من اول الحصه الرابعه، نظرا ان الناس فعلا بتناشد كتير، وفي بعض التعليقات اللي الناس بتقول ان هي معتمده عليا. طبعا اعتمادي انا على الله واعتمادكم انتوا على الله، احنا كلنا اعتمدنا على الله يا شباب. فانا عشان ابقى قد المسؤوليه دي، فان شاء الله من اول حصه النهارده هحاول ان انا اخد معاكم شويه اسئله من كتاب الامتحان، بحيث ان حضرتك بعد ما تخلص الفيديو معانا او بعد ما تخلص الشرح تقدر توقفه خالص، تبدا تراجع مع نفسك ايه اللي احنا خدناه، وبعد كده تبدا بقى ان انت تحل معايا، شوف هل المعلومه ثبتت ولا لا. اتكلمنا كتير، يلا بقى يلا كفايه كده، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا مع بعض يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن المحاليل المائيه وخواصها. شايفين الدرس جري جري الوحوش، الله المستعان.
بصوا يا دكاتره، بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا يا شباب، قبل ما نبدا مع بعض ان شاء الله في الدرس بتاعنا نفتكر حاجه بس. فاكرين الحصه اللي فاتت والحصه اللي قبلها لما كنت متفقه معاكم ان احنا كل حصه ناخد ذكر، الذكر ده نفضل نردده طول الحصه؟ وبعدين انا عايزه اتفق معاك، مش هنردد الذكر بس طول الحصه، عايزين نردد الذكر يا شباب طول الاسبوع. ليه؟ عشان زي ما اتفقنا بقى، مش عايزين يكون ربنا جمعنا في الدنيا بس، احنا عايزين ربنا يجمعنا في الدنيا ويجمعني انا وانتم كمان في الاخره ان شاء الله في ظل طاعته وفي ظل عرش، اللهم امين. اول ذكر اللي كنتوا فاكرين كنا خدنا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، كلمتين ربنا بيحبهم. مين هما؟ كان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تاني ذكر كنا خدنا كنز من كنوز الجنة، اللي هو كان ايه؟ كان لا حول ولا قوة الا بالله. طب احنا النهاردة مين الذكر بتاع الاسبوع ده كله؟ والله يا شباب بالله وتالله انا عايزة اقول لك ان انت لما هتردد الذكر بتاع النهارده ده، ايه اللي هيحصل بقى؟ اول حاجه هيكفى همك. يعني ايه؟ يعني انت في حاجه مضايقاك بقى، وفي حاجه منغص عليك عيشتك، وفي حاجه انت نفسك ان هي تتحقق، او ان انت في ذنب معين بتعمله، بتسمع اغاني، بتعمل اي حاجه بتغضب ربنا، وانت عارف ان انت عندك الذنب ونفسك ان ربنا يغفر لك الذنب ده. فانا هقول لك على حاجه، الحاجه ديت اول حاجه هتحقق لك كل اللي انت عايزه. ما هو يكفى الهم، همي ده انا نفسي احقق حاجه ومش عارف، ربما ما عنديش السبيل او ربما اي حاجه. فانا هقول لك على حاجه، اول حاجه هتحقق لك احلامك، تاني حاجه هتغفر لك ذنوبك. ايه هي بقى؟ انا واثقه ان في ناس اللهم بارك عارفه، هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على النبي يا شباب بتعمل ايه؟ بتكفي الهم وبتغفر الذنب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. نبدا مع بعض، نبدا مع بعض، يلا يلا يا شباب، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدا مع بعض. اول حاجه، درس النهارده بيكلمنا عن ايه؟ درس النهارده بيكلمنا عن المحاليل المائيه. مالها بقى المحاليل المائيه؟ قال لك المحاليل المائيه وخواص. طيب تعالى نفتكر كده مع بعض انا وانت، اول درس خالص كنا بنتكلم فيه، احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم عن ان احنا عايشين في مكان، المكان ده اسمه بيئه، والبيئه ديت كان مكونه من حاجات اصغر تسمى انظمه بيئيه، والنظام كان ليه 4 اغلفه. كان في غلاف اسمه الغلاف المائي، والغلاف الصخري، والغلاف الجوي، والغلاف الحيوي. وقلنا ان احنا في المنهج بتاعنا لمده 10 دروس هندرس غلاف من الاغلفه دي اللي هو الغلاف المائي. وعرفنا ان في حاجه اسمها دوره الميه اللي هي الدوره الهيدرولوجيه، وعرفنا ان دوره الميه هي دوره مغلقه تقريبا. رحنا للدرس اللي بعده بدانا نتكلم عن الخواص الكيميائيه للميه، وبدانا نقول ان الميه ديت يا شباب جواها روابط كيميائيه داخل جزيء الميه اسمها روابط تساهميه احاديه. كان عندي رابطتين تساهميتين احاديتين، وكانت الزاويه ما بينهم 104.5. طيب وقلنا اتفقنا على حاجه تاني، ان ما بين جزيئات الميه بقى، انا عندي الميه دي عباره عن جزيئات، لو حضرتك جايب كوبايه ميه كده فهي عباره عن جزيئات جنب بعض. عرفنا ان جزيئات الميه دي مرتبطه مع بعض بروابط تسمى الروابط الهيدروجينيه. وعرفنا ان الروابط الهيدروجينيه دي هي سبب كل الشذوذ اللي في خواص الميه. يعني كل ما نتوقع حاجه عن الميه ونلاقي الحاجه دي ما حصلتش، ها يا ابني ليه ما حصلتش وانت مغمض؟ تقول لي بسبب وجود الروابط الهيدروجينيه. ولما عملنا مسابقه ما بين ايهما اقوى، الروابط الهيدروجينيه ولا الروابط التساهميه، وطلع من الاقوى التساهميه، رغم ان احنا قلنا ان كل شذوذ للميه بترجع للروابط الهيدروجينيه، وكنت بقول لك ما يغركش ان هي ضعيفه، ولكن طلعت ايه؟ خبيثه. طيب رحنا بعد كده اتكلمنا عن الخواص الفيزيائيه للميه، وعرفنا ان الميه عندها خواص زي ايه؟ زي الكثافه بتاعه الميه. لما لقينا يا شباب ان اعلى كثافه للميه عند درجه حراره كام بقى؟ ممتاز، عند درجه حراره 4. طب لما بقل عن درجه الحراره عن 4 لقيت ان الكثافه بتقل. طب لما بزيد درجه الحراره عن 4 لقيت ان الكثافه برضو بتقل. تمام؟ فلقينا ان اعلى كثافه، وطبعا ليه هنا قلت وليه هنا قلت؟ نظرا ان انا لما قلت درجه الحراره عن 4 او رفعت درجه الحراره عن 4 زاد الحجم، وكان عندي العلاقه ما بين الحجم انا عندي العلاقه ما بين الحجم وما بين الكثافه كانت علاقه عكسيه، يعني كلما زاد الحجم قلت الكثافه، كلما زادت الكثافه قل الحجم. طيب رحنا بعد كده اتكلمنا عن مفهوم تاني اللي هو مفهوم الحراره النوعيه للميه، وعرفنا ان الميه من اعلى المواد حراره نوعيه، كانت حرارتها النوعيه في الحاله السائله 4200. طيب تعالى بقى، احنا جايين النهارده نتكلم عن ايه؟ جايين النهارده يا دكتور بنتكلم عن حاجه اسمها المحاليل المائيه وخواصها. تقول لي بالراحه عليا كده بقى يا ميس، وتعالي نمشي واحده واحده، انا معاك واحده واحده خالص. بص يا دكتور، تعالى ناخد العنوان من بدايته. العنوان اسمه ايه؟ المحاليل المائيه. تقول لي يا ميس بصي انا اصلا ما اعرفش يعني ايه كلمه محلول. تعالى يا حبيب قلبي انا اعرفك يعني ايه كلمه محلول. المحلول يا دكتور هو حاجه او ليه حاجتين بتميزه. ايه هي؟ اول حاجه المحاليل اللي احنا هناخدها النهارده اللي هي المحاليل المائيه. المحاليل دي يا شباب هتبقى محاليل متجانسه. فمن هنا تقول لي محاليل متجانسه، طب يعني ايه محلول متجانس؟ انا اقول لك يا دكتور، المحاليل عندنا انواع. المحاليل عندنا انواع. عندي كام نوع للمحاليل؟ قال لك عندك نوعين، عندك محلول يسمى محلول متجانس، وعندك محلول تاني يا دكتور يسمى محلول غير متجانس.
طيب هتقول لي يا ميس ايه الفرق ما بين المتجانس والغير متجانس؟ تعال انا هرسم لك رسمتين وانت هتقول لي ايه الفرق ما بينهم. هو انا يا دكتورنا لو جبت كوبايه، الكوبايه دي فيها ميه والكوبايه التانيه برضو فيها ميه، وحطيت لك على اول كوبايه معلقه ملح، وحطيت لك على تاني كوبايه معلقه رمل، يلا يا دكتور الدكاتره ابدا قلب في الاتنين، يلا نقلب الميه مع الملح ويلا نقلب الميه مع الرمل، مين فيهم هيدوب؟ تقول لي الميه مع الملح. يعني كده حصل ايه؟ ان الملح بدأ يدخل في المسافات البينيه بتاعه الميه. طيب امال الرمل مش هيدوب. مين هنا بقى يا دكتورنا؟ لو انت عندك الماده اللي انت حطيتها على الميه دي دابت، يبقى ده اسمه محلول ايه؟ اسمه محلول متجانس، برافو عليك. طب لو الميه اللي انت حطيتها ما دابتش، انت لو قلبت من هنا للسنه الجايه في الرمل جوه الميه عمرها ما هتدوب، يبقى ده اسمه محلول غير متجانس. يبقى تاني صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا النهارده جايين نتكلم عن الدرس الرابع للميه. الدرس بيكلمنا عن ايه؟ عن حاجه اسمها المحاليل المائيه. فانت قلت لي يا ميس انا اصلا ما اعرفش يعني ايه كلمه محلول. قلت لك يا دكتورنا المحاليل دي انت عندك هو، وبعدين خلي بالك اسمها محاليل مائيه، يعني انت معاك ميه هتحط عليه حاجه، فانت لو الميه دي حطيت عليها حاجه والحاجه دي دابت اسمه محلول متجانس. زي مين؟ زي الميه مع الملح، زي الميه مع السكر. طب لو انت معاك ميه حطيت عليها حاجه وما دابتش، فده اسمه محلول غير متجانس. طب احنا في سنه اولى ثانوي جايين في الدرس الرابع ندرس المحاليل المتجانسه ولا الغير متجانسه؟ لا يا دكتورنا احنا جايين ندرس المحاليل المتجانسه. تمام. طب ليه يا مس اديت لنا غير المتجانسه؟ عشان تبقى فاهم يا ابني. انا قلت لك انا مش عايزاك ان انت تبقى عندك المعلومه سطحيه، انا عايزاك تبقى فاهم، انا عايزاك تبقى عالم ان شاء الله. تمام. طيب يبقى احنا كده هندرس ايه؟ هندرس مع بعض المحاليل المتجانسه. طب تعالى نشيل بقى الحته بتاعت المحاليل غير المتجانسه دي، خلاص انت ايه بقى عندك معلومه عنها، وتعالى نتكلم عن المحاليل اللي هو عايز يدرسها لنا السنه دي. هو السنه دي عايز يدرس لنا ايه؟ عايز يدرس لنا المحاليل المائيه المتجانسه. حد فاكر يعني ايه متجانسه؟ يعني بتدوب ولا لا؟ بتدوب، برافو عليك. طب تعالى بقى بسم الله. بص يا عم، تعالى نتكلم عن المحلول اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هي المحاليل المائيه. المحاليل المائيه ديت اول حاجه هي محاليل متجانسه، خلاص بقى احنا عرفنا. طب تاني حاجه يا ابني هبدا اقول لك ان اي محلول في الدنيا مكون من حاجتين. المحلول مكون من كام حاجه؟ حاجتين. مين هما؟ اقول لك من حاجه اسمها مذيب وحاجه اسمها مذاب. من ايه وايه؟ من مذيب ومذاب. يعني ايه يا مس من مذيب ومذاب؟ فاكر يا دكتورنا من شويه لما انا جبت لك كوبايه، الكوبايه دي كان فيها ميه؟ تقول لي ايوه يا مس. وفاكر لما حطيت لك على الميه دي، يلا نحط على الميه دي ملح؟ تقول لي ايوه برضو. بص يا ابني، الميه هنسميها مذيب. ليه؟ لان الميه، بص لي كده، هي الميه هي اللي بتدوب الملح ولا الملح اللي بيدوب الميه؟ تقول لي ثواني، لا الميه هي اللي بتدوب الملح، صح. فبص يا ابني، عندك الميه تسمى مذيب. طب انا هدوب مين في الميه؟ تقول لي يا مس هتدوب الملح، يبقى الملح اسمه مذاب. مذاب يعني هو اللي هيدوب. يبقى تاني صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا جايين نتكلم عن المحاليل اللي احنا هنتكلم عليها النهارده المتجانس ولا غير المتجانس؟ لا المتجانس. يعني اللي بيدوب ولا اللي مش بيدوب؟ لا يعني اللي بيدوب. طب اي محلول متجانس مكون من ايه؟ او المحاليل عموما مكونه من ايه؟ تقول لي مكونه من حاجتين. حاجه موجوده كتيره هندوب فيها اللي هو اسمه ايه؟ المذيب. وحاجه بتدوب اللي هو المذاب. طيب تعالى لي كده لما نيجي نقارن انا وانت ما بين المذيب والمذاب، هو ايهما اكتر؟ الميه ولا الملح؟ بسم الله. الميه ولا الملح؟ هتلاقي لا الميه ديت معانا اللي احنا سميناها ايه؟ المذيب. يبقى هتلاقي اللي كميته اكتر في المحلول هو مين؟ هو المذيب. طب واللي كميته اقل؟ لا ده المذاب، يبقى ده كميته اقل اللي هو معانا مين؟ اللي هو الملح. يبقى تاني المحلول عندنا مكون من مذيب ومذاب. اللي كميته كتيره ده المذيب اللي هو الميه، اللي كميته قليله ده المذاب اللي هو الملح. وصل كده؟ طيب تعالى بقى انا عايزه اقول لك على حاجه. عايزه اقول لك ايه؟ عارفين الميه اللي موجوده على الارض؟ تقول لي ايوه. المياه اللي موجودة في المسطحات المائية، في رأيكم يا شباب مياه المسطحات المائية هل هي مياه نقية؟ يعني انت في اي مسطح مائي بقى، بص بغض النظر انا مش بكلمك على بحار ومحيطات بس، تعالى حتى لو احنا بنتكلم على انهار او مياه جوفيه، هل دي يا شباب مياه نقيه؟ قال لك لا. خلي بالك المسطحات المائيه المياه بتاعتها بتكون مياه مذاب فيها عباره عن شويه مواد. المواد ديت اما هتكون دائبه بصوره كامله او يا اما هتكون عالقه. تمام كده؟ يبقى هل المسطحات المائيه، انا عايزاك بس تعرف المعلومه دي، هل المسطحات المائيه تحتوي على مياه نقيه؟ لا. امال جواها مواد، امال الميه ايه؟ الميه ديت اما جواها مواد مذابه او جواها مواد عالقه. يهمني الكلمتين دول، كمان شويه هنحل وياك تنساها. طيب بصوا يا شباب، انا كنت عايزه اقول لكم على معلومه كان جالي برضو في الكومنتات ان الناس عايزانا نشرح من كتاب الامتحان.
فخلاص اللي انتوا عايزينه انا ما عنديش ادنى مشكله، يعني احنا نركن المذكره بتاعتي على جنب، نركن كتاب التفوق على جنب لو انت مش عايز كده. اللي انتوا عايزينه انا معاكم فيه. انا بص عايزاكم تبقى بتذاكر معايا وانت مرتاح خالص. فانا لقيت ان جات كومنتات كتير جدا، يا ميس بعد اذنك احنا اشترينا كتاب الامتحان فاشتغلي معانا من كتاب الامتحان، عينيا الاثنين ليكم. فهتلاقوني جايبه لكم النهارده معانا كتاب الامتحان يا شباب. فتعالى كده في البدايه بص كتاب الامتحان بيقول لك ايه. بيقول لك لعلك لاحظت ان المياه الموجوده في المسطحات المائيه، ركز ركز ركز، مالها بقى مياه المسطحات مياه المسطحات المائيه، هل نقيه ولا غير نقيه؟ لا غير نقيه يا دكتورنا. ليه؟ قال لك لان هي عباره عن مخلوط. مخلوط يعني ايه؟ قال لك المخلوط اللي هو المحلول، اللي هو بص من اسمه مخلوط، في حاجه اتخلطت على حاجه. فاكر من شويه خلطت الميه على الملح. طب اسال بقى، فاكرين الميه كانت مذيب ولا مذاب؟ ممتاز، كانت مذيب. طيب والملح مذاب. دكاتره طيب تعالى لي. فقال لك ايه؟ فنجد انها عباره عن مخلوط من الماء وعده مواد ذائبه او عالقه. افتكر الكلمه دي الله يرضى عنك. يبقى الميه اللي في المسطحات المائيه مياه مخلوطه، يعني عباره عن محاليل فيها مواد اما دايبه او مواد المواد ديت عالقه. طيب قال لك بقى ان تبدا تؤثر الميه ديت، تؤثر المواد الذائبه اللي معانا في المسطحات المائيه بشكل كبير على خواص الميه. هتاثر ازاي يا دكتور؟ قال لك هتاثر على تغيرات في هتحصل شويه تغيرات في التيارات المائيه ودي هنشوفها دلوقتي. تاني حاجه تنوع الكائنات الحيه. قبل ما ندخل في الشرح ده تعالى نتكلم انا وانت عن المحلول. المحلول احنا لسه قايلين مكونين من كام ماده؟ 2 مذيب ومذاب. زي الفل يا دكتورنا. هيبدا يقول لك ان انت عندك المذاب دي الماده اللي بتدوب في المذيب وبيبقى موجود بكميه اقل. طيب امال المذيب؟ لا دوت الحاجه الاساسيه بقى، المكون الاساسي اللي هتدوب في اي ماده اخرى وده اللي موجود بكميه اكبر. يا مس انت لسه قايله كده، انت ليه بتعيدي؟ بعيد عشان انت لما تيجي تفتح الكتاب تلاقي الشرح اللي انا بقوله هو انا بس عايزاك عينيك تاخد على اللي احنا قلناه هو اللي موجود عندك في الكتاب يا دكتور. فانا عندي هنا الميه دي عباره عن ايه؟ هتقول لي الميه عباره عن مذيب ابو حرف اليه ده. انما الملح ده عباره عن ايه؟ عباره عن مذاب ابو حرف الالف. حلو جدا. لما حطيتهم على بعض هما الاثنين ادوني مخلوط. المخلوط اللي معانا او اللي احنا بندرسه السنه دي هي المخاليط المتجانسه ولا غير المتجانسه؟ تقولي لا يا مس المتجانسه. يعني ايه يا ابن متجانس؟ يعني بيدوب ولا مش بيدوب؟ ممتاز جدا، يعني بيدوب. طيب فهنا بيقول لك المحلول اللي معانا هو محلول او هو عباره عن خليط متجانس بيتكون من مذيب ومذاب. تعال انا وانت عندنا حاجه اسمها الخواص الجمعيه للمحاليل، مش الجمعيه بتاعت اللي احنا بنقبضها، لا حاجه تانية. يعني ايه دكتور كلمه خواص؟ انا بقول لك لو انت فهمت العنوان تلاقي الدنيا معاك بقت اسهل. خواص يعني صفات. فاكر ما كنت بقول لك قبل كده لما اجي اقول ايه صفات طالب اولى ثانوي؟ والله الطالب ده بيدرس مثلا 6 مواد، الطالب ده عنده مش عارفه كام سنه، 15 مثلا سنه كده، انا بدي لحضرتك خواصك. طب احنا دلوقتي بناخد حاجه اسمها ايه؟ الخواص الجمعيه. يعني ايه جمعيه؟ الجمعيه مش اللي احنا هنقبضها، عشان انا عارفه دماغكم بتبقى رايحه فين. جمعيه يعني في خواص بتجمع كل المحاليل. فهنا بيقول لك ايه؟ في خواص بتجمع المحاليل زي ما في خواص بتجمع طلبه اولى ثانوي كلها. طيب ايه الخواص اللي بتجمع المحاليل؟ هندرس مع بعض النهارده 4 خواص للمحاليل. 4 خواص اسهل من بعض، 4 خواص معتمدين ان انت لو فهمت واحده بالتالي في 3 تانيين معتمدين عليها. تعالى نتكلم عن يعني ايه كلمه خواص جمعيه. قال لك يا دكتورنا خواص جمعيه هي الخواص بتاعه المحلول اللي معتمده على كميه المذاب وليس نوعه. تقول لي والله ما فاهم. تعالى انا افهمك. تعالى كده نجيب السبوره البيضاء وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى انا وانت نفهم. بص يا ابني انا جاي اكلمك النهارده عن حاجه اسمها الخصائص الجمعيه للمحلول. احنا اتفقنا ان انت في النظام الجديد مش هيجي يقول لك يا ابني ما المقصود بالخصائص الجمعيه للمحلول، لا خالص. امال هو عايز ايه؟ عايز يبقى انت فاهم يعني ايه خواص جمعيه للمحلول. خواص قلت لك يعني ايه؟ تعالى كده هنترجم كلمه خواص يعني صفات. طب الجمعيه ايه؟ الصفات اللي بتجمع كل المحاليل، يعني اي محلول من المحاليل. ايه الخواص اللي هتبقى مشتركه ما بينهم؟ مبدئيا عايزاك تعرف حاجه، ان الخواص بتاعه المحاليل تعتمد على مين ولا تعتمد على مين؟ تعتمد على ايه ولا تعتمد على مين؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك بص يا عم، خواص المحاليل دي بتعتمد على كميه الايونات او الجزيئات المذابه، وليس اللي هي ولا تعتمد على مين؟ على نوع الماده المذابه. افهمها لك. يعني انا دلوقتي جبت كوبايه اهي، كوبايه ميه، وجبت كوبايه ميه تانية. احنا قررنا دلوقتي ان انا هعمل هنا محلول 1 وهعمل هنا محلول 2. تقول لي بقى يا ميس هي الخواص بتاعتهم هتختلف، ان انا هنا هحط سكر وان انا هنا هحط ملح؟ اقول لك لا يا حبيبي. امال ايه يا ميس؟ هتختلف بناء على ايه؟ هتختلف بناء على الكميات. لو انا حطيت هنا مثلا 5 جرام في اللتر تختلف عن لو انا حطيت هنا 50 جرام للتر. وصلت كده؟ يعني ايه؟ يعني هي بتعتمد على الكميه وليس على النوع. انا ما يهمنيش ان ده سكر وده ملح،
ما يهمنيش ده، ما يهمنيش ده. ركز قوي، لو انت فهمت النقطه ديت هتسهل علينا كل اللي جاي. يبقى انا دلوقتي لما نيجي ندرس الخواص بتاعه المحاليل، خواص المحاليل ديت معتمده على ايه؟ هل هتعتمد على نوع الماده اللي انا هدوبها في الميه، هل هي ملح ولا سكر ولا كربونات ولا بيكربونات؟ لا، انا ما يهمنيش نوعها. امال يهمني ايه ميس؟ يهمني عدد ايوناتها او عدد جزيئاتها. يعني انت بالبلدي كده حاطط كميه قد ايه؟ هل لو انا حاطه كيلو في المحلول، لو انا معايا لتر ميه، هل لو انا حطيت كيلو سكر زي لو انا حطيت مثلا نص كيلو سكر؟ هتقولي لا يا ميس، هنا هيختلف عن هنا. ليه يا حبيبي؟ تقولي لان الكميه هنا غير الكميه هنا. يبقى احنا بنعتمد على كميات ولا على انواع؟ لا مش على انواع، احنا ما يهمنيش النوع، ما يهمنيش ملح ولا سكر، انما يهمني الكميه. فتعالى لي هنا بقى ان شاء الله تكون وصلت. فهنا هيبدا يقول لك ايه؟ بص يا عم، الخواص الجمعيه للمحلول، قال لك دي خواص المحلول، ركز الله يرضى عنك، التي تعتمد على عدد الايونات او جزيئات الماده المذابه. من الماده المذابه اللي هو زي الملح زي السكر. امال يا ابني الميه كان اسمها ايه؟ مذاب ولا مذيب؟ ممتاز، كان اسمها مذيب. طيب غير المتطايره، وليس على ايه؟ استنى كده اصغرها لك شويتين. وليس على النوع، ده اللي انا عايزاه. يبقى الخواص اللي احنا هندرسها، انا بعيدها للمره الالف، الخواص اللي احنا هندرسها دلوقتي اللي هي خواص المحاليل. بصوا تعالوا نعتبر ان احنا كلنا، كل طلبه اولى ثانوي دول عباره عن محاليل، فاحنا عايزين ندرس الصفات العامه ليهم. فانا لما اجي اقول لك بقى هي الصفات بتاعت احمد تختلف عن الصفات بتاعت محمد، عشان او الصفات بتاعت احمد بتختلف عن الصفات بتاعت سهيله مثلا، عشان ده نوعه ذكر ودي نوعها انثى. هل احنا هنعتمد على الانواع ولا ان هم كلهم طلبه؟ لان هم كلهم طلبه في نفس المرحله الدراسيه. فدي نفس الفكره هنا، انا مش هعتمد على نوع الماده المذابه، انا مش هعتمد هي ملح ولا سكر، انما هعتمد على ايه؟ على عدد الايونات او عدد الجزيئات المذابه، يعني على الكميه يا دكتورنا. طيب خلاص كده وصلت؟ ان شاء الله تكون وصلت. طب يا مس هندرس كام خاصيه من الخواص اللي بتجمع المحاليل؟ احنا بقول لك بقى اسمها خواص جمعيه. قال لك اول خاصيه يا دكتور عندي حاجه اسمها الانخفاض في الضغط البخاري. انخفاض في الضغط البخاري، طب هنعرف. طب تاني حاجه قال لك الارتفاع في درجه الغليان، الانخفاض في درجه التجمد، والضغط الاسموزي. يلا خد نفس، رجع ظهرك لورا، استعين بالله، اعرف ان انت قاعد الوقت دوت ابتغاء مرضات الله، بنطلب العلم كما امرنا الله. هو ده الهدف الاول، مش عشان خاطر اي حاجه تانية. انا عارفه ان انت قاعد ومش عاجبك الكلام، ولكن خلي عندك نيه كده، يا رب انا قاعد يا رب والدرس مش عاجبني، بس عشان خاطر انت امرتني. احنا امه اقرا، احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فتعالى يا دكتور نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدا ناخد اول خاصيه من الخواص الجمعيه للمحلول اللي هي اسمها ايه؟ قال لك الانخفاض. اول خاصيه معانا اسمها انخفاض الضغط البخاري للمحلول. تعالى بالراحه قوي 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 وتعالى نفهم انا وانت. اول حاجه انخفاض يعني حاجه هتنخفض. الضغط البخاري دي بقى اللي انت مش عارفها. تعالى يا دكتورنا، تعالى لو انت دلوقتي نعمل تجربه. ايه هي؟ تعالى نجيب كوبايه ميه ونحط جواها ماء نقي، يبقى كوبايه فيها ماء نقي. وتعالى يا دكتور نجيب كوبايه تانية بس فيها محلول. يعني ايه محلول؟ يعني مذيب ومذاب، يعني متجانس ولا غير متجانس؟ لا احنا شغالين مع المتجانس. فهنا محلول وليكن مثلا ميه، وحاطين مع الميه دي ملح. حلو جدا. يبقى اول تجربه او اول كاس ده كان فيه ايه؟ ماء نقي بس. طب التاني في محلول ماء زائد ملح. حلو قوي. ابدا يا دكتورنا سخن هنا، وابدا يا دكتور الدكاتره سخن هنا برضو، وتعالى انا وانت نشوف. هو مش انت حضرتك عارف ان تحول الماده من الحاله السائله للحاله الغازيه اسمها تبخر؟ حلو جدا. هتقولي اه يا ميس. طب لما انا يا ابني اسخن هنا، ايه اللي هيحصل في الميه؟ هتبدا تقول لي الميه هتبدا تسخن وبعد كده الميه هتبدا تتبخر. حلو جدا. يعني انا لما هبدا هنا اسخن الميه هتبدا تسخن وهتتبخر. تعالى بقى افهمك حته عايزاك تبقى فاهم. بص، يعني ايه الميه اتبخرت؟ يعني ايه وانا بعمل لبابا الشاي وحطيت البراد على النار شايف ان في بخار عمال بيطلع؟ وخلي بالك انت لو كنت حاطط مثلا كوبايه ميه وسبتها ساعه ورجعت هتلاقي ان البراد عندك فضي. راحت فين الميه؟ الميه هربت. اه يعني ايه بقى الميه هربت؟ يعني الميه اتبخرت. يعني ايه برضو؟ بص يا ابني، طول ما الميه في الكوبايه لسه الميه دي اسمها ميه محبوسه. طب اول ما الميه تبدا تقل وتطلع في صوره بخار، يعني الميه لما بتطلع في صوره بخار ده معناها ايه؟ معناها ان الميه اتحررت. برافو عليك. تاني، يبقى الميه طول ما هي سائله موجوده في الكوبايه دي كده ميه محبوسه. اول ما الميه تتبخر معناها ان الميه اتحررت. تقول لي ثواني يا ميس،
انت لما بتقولي الميه اتحررت معناها كده ان الميه كانت حد اتحبس واتحرر. ايوه يا ابني، تعالى اقول لك على حاجه. فاكر لما كنا بناخد في الدرس الثاني الخواص الكيميائيه للميه؟ مش احنا كنا بنتكلم ان الميه اهي H2O، كان معايا ال H2O دي لما كنا بنرسمها كان معايا واحده فوق O، ومعايا هنا H، ومعايا هنا H، ومعايا هنا برضه اهو O، ومعايا هنا H، ومعايا هنا H. يلا، حد فاكر الشحنه السالبه الجزيئيه كانت على الاو ولا الاتش؟ ممتاز، كانت على الاتش. والموجبه الجزيئيه كانت على السالبه على الاو، والموجبه كانت على الاتش. اهو ده موجب، نوضح الموجب بس، ده سالب، ده موجب موجب. بص بقى، فاكر لما كنت بقول ان في رابطه بتنشأ نتيجه التجاذب ما بين الموجب والسالب؟ يعني حضرتك هتلاقي ايه يا دكتور؟ هتلاقي ان الاتش الموجبه دي هتنجذب للاو دي من خلال رابطه، كان اسمها الرابطه الايه؟ كان اسمها الرابطه الهيدروجينيه، اللي هو بيرجع اليها شذوذ خواص الميه. طب حلو قوي. فاكر يا ابني ده معناه ايه دلوقتي؟ ان جزيء الميه ده مربوط محبوس مع جزيء الميه ده. يعني طول ما الميه في الكوبايه كل جزيئات الميه ماسكين في ايدين بعض. طب معنى ان انا سخنت لحد اما الميه بدات بتتبخر، معناها ايه؟ ان احنا سيبنا ايدين بعض، ان احنا اتحررنا. بدل ما انا وانت، بدل ما ده جزيء ميه واحد وده جزيء ميه اتنين كانوا مربوطين مع بعض بربطه هيدروجينيه، بداوا يتحرروا من بعض، فبدات الميه ترتفع لاعلى. يبقى ده معناه ان هنا الميه لما حصل لها عمليه ايه؟ ان هي بدات بتغلي وان هي بدات بترتفع لاعلى في صوره بخار. كده الميه لسه ماسكه، لسه مجذوبه بالروابط الهيدروجينيه ولا خلاص؟ لا، تقول لي خلاص يا ميس ده الميه قدرت تتغلب على الروابط الهيدروجينيه اللي كانت هنا وقدرت تهرب. حلو جدا. تعالى بقى، مش دوت ماء نقي؟ تقول لي اقول لك يعني مين بيشد مين؟ تقول لي يعني جزيئات الميه بتسحب جزيئات الميه بواسطه روابط هيدروجينيه. ممتاز جدا، ممتاز. طب تعالى هنا بقى، لما جينا نبص هنا لقينا ايه يا ابني؟ لقينا عندي ان جزيئات الميه مش ماسكه في جزيئات الميه بس. ليه؟ عشان ده محلول. امال مين ماسك في مين؟ تقول لي لا يا ميس، دي احنا لقينا جزيئات الميه في ميه ماسكه في ميه، طيب، وفي ميه ماسكه في الملح اللي هي الماده المذابه. يعني انت ممسوك هنا، مربوط هنا اكتر ولا مربوط هنا اكتر؟ تقول لي ده هنا كان الميه ماسك في الميه بس، انما هنا، وخلي بالك الميه بتمسك في الميه بواسطه رابطه ايه؟ هيدروجينيه. ممتاز. انما انا معايا هنا ده انا عندي ميه ماسكه في ميه بواسطه رابطه هيدروجينيه، وعندي ميه ماسكه في ملح كمان. يبقى ايهما محبوس اكتر؟ مين اللي متربط اكتر؟ الميه النقيه ولا الميه اللي في المحلول؟ تقول لي لا يا ميس ده المحلول، ده يعني المحلول دوت طلع في ناس عماله بتشده. طب تعالى يا ابني افهمك حاجه مهمه جدا. قال لك تعرف بخار الميه ده؟ انا عندي جزيئات الميه اللي على السطح دي، جزيئات الميه اللي على السطح ديت اول ما بتبدا تكتسب طاقه حراريه، ماشي، خدت طاقه، قدرت بقى تكسر الروابط وقدرت تطلع لفوق. حلو جدا. طب تعالى هنا، عارف الجزيئات اللي فوق دي؟ تقول لي هل الجزيئات اللي على سطح السائل ده هل نقدر نقول عليها ميه بس؟ تقول لي لا، دي ميه وقاعد معاها مين؟ ميه وقاعد معاها جزيئات الماده المذابه، ولتكن ميه مع ملح. طيب انا دلوقتي عايزين نهرب الجزيئات اللي فوق. خلي بالك احنا هنا هربنا الجزيئات اللي فوق بسهوله، كسرت الروابط الهيدروجينيه وقدرت تهرب. طب انا هنا عايزه اهرب الجزيئات. لقيت ان انت لو قدرت تهرب ده، يعني جزيء الميه من الميه، في جزيء ملح عمال يشد فيه، لا لا ما تمشيش، ده هو ماسكه ربطه. فمن هنا لما نيجي نتكلم على ايهما يتبخر اسرع، الميه النقيه ولا الميه ام ملح؟ تقول لي استنى، الميه النقيه كانت الميه بتشد الميه بس، انما الميه اللي ام ملح دي ده في جزيء طالع بيشده من ايديه هنا ميه ومن ايديه هنا ملح. لا يا ميس، يبقى اللي هيقدر يهرب اكتر اللي هي الميه مين؟ النقيه. ممتاز. ليه؟ تقول لي لان هنا بيتغلب على قوه التجاذب اللي ما بين جزيئات الميه بس اللي هي الروابط الهيدروجينيه. انما هنا ده يا عيني ده مربوط بحبلين، يعني لو ده مربوط بحبل واحد اللي هو حبل الروابط الهيدروجينيه، عندك ده مربوط بحبلين يا دكتورنا، اللي هو مين ومين؟ ده مربوط بالحبل بتاع الميه مع الميه بالروابط الهيدروجينيه، والميه مع الملح. فمن هنا، من هنا يا دكتورنا، لو انا عايزه اعمل حاجه اسمها الضغط البخاري، انت كده المفروض ان انت فهمت. يبقى انا لو معايا ميه نقيه ومعايا ميه بملح، مين اللي يغلي اسرع؟ برافو، الميه النقيه. دي قدرت تهرب، قدرت تكسر وتجري، او زي ما يكون الميه النقيه ديت مربوطه بحبل واحد، حد شددها حبل واحد بس، فقدرت ان هي تتغلب عليها وتهرب. انما الميه ام ملح، الميه ام ملح لا، دي مربوطه بحبلين، حبل شددها جزيء الميه الثاني وحبل شددها جزيء الملح، فديت هي هتهرب ولكن هتهرب بصعوبه. طيب بص يا ابني، انت لو انت عندك، انا عندي حاجه اسمها النظام المفتوح. يعني ايه النظام المفتوح؟ صلي على النبي محمد كده صلى الله عليه وسلم. عارف لو انت معاك كوبايه شاي هنا اهو، ادي كوبايه شاي اولى،
وعندك هنا كوبايه شاي تانية، يبقى دي كوبايه الشاي الاولى ودي كوبايه الشاي التانية، ده شاي وده شاي، والاتنين كانوا سخنين. ماشي، الاتنين كانوا سخنين. سبت الكوبايه دي شويه في الهواء، هتلاحظ ايه؟ لو انت يا ابني حاطط هنا 50 سنتيمتر مكعب من الميه، بعد ما كوبايه الشاي بتبرد هتلاقي ان ال 50 دول قالوا ايه ده يا ميس؟ قالوا راحوا فين؟ حد جه شرب بق شاي من ورايا؟ لا يا حبيب قلبي، مش انت كنت جايب كوبايه الشاي سخنه؟ هتقول لي ايوه. مش بيطلع عندك بخار؟ ايوه، البخار ده بيقلل من كميه السائل. ما هو البخار ده هو جاي من بيتنا، ما هو جاي من حبه الشاي دول. حلو جدا. كان في بقى واد ناصح، الواد ده مش عايز ال 50 مللي بتوعه يقلوا، يقول الشاي اللي اجيبه هو اللي انا اشربه. فالواد الذكي ده عمل ايه؟ الواد الذكي ده يا دكتورنا اهي كوبايه الشاي بتاعته، قام راح غطى كوبايه الشاي. يا ابن اللذينه، طب انت ليه غطيت كوبايه الشاي؟ تقول لي عشان انا لما احط 50 ارجع الاقيهم 50، ما ارجعش الاقيهم 49. الواد ده عمل ايه يا شباب؟ الواد دوت خلى لما هتبدا البخار يطلع من كوبايه الشاي، يعني لما هيبدا يطلع الميه، الميه اللي هي بقت دلوقتي في صوره، او الشاي اللي هو دلوقتي في صوره بخار، اول ما هيجي يطلع فوق هل هيطير في الهواء زي الكوبايه واحد؟ قال لك لا. امال هتخبط في مين؟ هتخبط في السطح اللي هو حاطه ده. فاول ما تخبط في السطح دوت، السطح دوت هيبقى ساقع، فيبدا يحصل لها حاله تكثف، فتبدا ترجع تاني. عارف انت؟ جرب كده، هات كوبايه شاي وغطيها بطبق، ارفع الطبق هتلاقي الطبق عليه قطرات ميه. ايه قطرات الميه ديت؟ ده البخار اللي طلع اتكثف، فاتكثف في صوره قطرات ميه سائله، وتبدا ترجع ميه مره اخرى. طب تعالى انا وانت انا وانتوا ندي لده اسم ولده اسم. ده يا شباب اسمه نظام مفتوح. طب ده يا دكتور اسمه ايه؟ ده اسمه نظام مغلق. تقول لي يعني ايه بقى يا ميس؟ النظام المفتوح ده يا ابني ان انت سايب ان الحاجه اللي معاك دي بتتبادل الماده والطاقه. يعني ايه؟ يعني سايب ان الماده، ان الشاي عمال بيطير اهو، حصل تبادل معاه هو والهواء. طب تعالى هنا في النظام المغلق، قال لك لا، النظام المغلق دوت عمرك ما تنقص ابدا من الماده ابدا. انا حاطه 50 هيرجعوا لي 50، حاطه 50 هيرجعوا 50. طيب تعالى احنا هنا عشان افهمك الجزء بتاع انخفاض الضغط البخاري. ايه حوار انخفاض الضغط البخاري ده؟ تعالى انا اقول لك يا ابني. فاكر من شويه؟ تعالى اجيب انا وانت بقى كوبايتين، ادي الكوبايه الاولى وادي الكوبايه الثانيه. الكوبايه الاولى ديت هنحط فيها ماء نقي، والكوبايه الثانيه دي هنحط فيها محلول. يعني ايه محلول؟ يعني ميه زائد ملح مثلا. اللي هو مين الميه؟ مذيب ولا مذاب؟ ها، مذيب، برافو، بحرف الايه. طب والملح؟ لا تقول لي لا يا ميس، ده مذاب، شاطر، برافو عليك. هنعمل ايه بقى؟ هنسخن الاثنين، وسخن هنا يا ابني. بس احنا بقى ناس اذكياء المره دي بقى. هنعمل ايه؟ مثلا هنحط هنا 50 سنتيمتر مكعب، ده 50 سنتيمتر مكعب من الماء النقي وهنغطي، وهنا 50 سنتيمتر مكعب برضو من الماء النقي من المحلول وهنغطي. يبقى هنا 50 وهنا 50 سنتيمتر مكعب. حلو قوي. قال لك حضرتك هتلاحظ ايه؟ قال لك هتلاحظ ان الميه ديت لما هتغلي، تعالى نفترض ان اهو ده كده سطح السائل وهنا عندك ده سطح المحلول. تعالى بقى، الميه دي هتبدا تغلي. الميه يا دكتور لما تبدا تغلي هتعمل ايه؟ هتبدا تخبط في الغطا اللي احنا حاطينه. طب هل هتطير ولا محبوسه؟ محبوسه، برافو عليك. فهنا البخار ده هيبقى محبوس، فهيبدا البخار دوت لما يطلع لفوق يحصل له تبخر ولا تكثف؟ تقول لي ثواني، هو طالع بخار خبط في سطح سائع يحصل له تكثف، برافو. فهنا قال لك قطرات الميه دي اللي محبوسه ومش عارفه تخرج هتبدا تضغط على سطح السائل. تبدا تعمل ايه؟ تبدا تضغط على سطح السائل. فلما تضغط تعمل حاجه اسمها الضغط البخاري. تقول لي انت بتقولي تضغط، عشان كده هي بتضغط. انت قلت كلمه ضغط عشان الجزيئات بتضغط. طب وليه يا مس قلت كلمه بخاري؟ عشان يا ابني القطرات اللي بتضغط ديت كانت جايه منين؟ كانت جايه من البخار، برافو عليك. تاني صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي جبت كوبايه، الكوبايه دي اتحطيت فيها ماء نقي، ماشي، وغطيتها. ليه غطيتها؟ عشان ما فيش حد يهرب مننا بقى، ال 50 اللي احطهم الاقيهم 50. وبدات ان انا اسخن لحد ما الميه تغلي. الميه لما بتغلي هتبدا يحصل لها عمليه ايه؟ تبخر. يعني تبدا الجزيئات السائله ديت تبقى غازيه. فالميه لما حصل لها عمليه تبخر عايزه تهرب، هربت ولا ما هربتش؟ قلت لي لا ما هربتش. ليه؟ لان انا حاطه فوق غطا. قامت البخار لما خبط في الغطا حصل له عمليه تكثف. هل قدر يهرب؟ ما قدرش. فخلاص بقى هتضطر قطرات الماء المتكثفه ديت تضغط على مين؟ تضغط على سطح السائل، برافو عليك. لما ضغطت على سطح السائل يا دكتور عملت حاجه اسمها الضغط البخاري. تمام كده؟ طب تعالى هنا في المحلول. هتقولي والله ميس نفس النظام. بسم الله. في المحلول نفس اللي احنا كنا لسه قايلينه. راحت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا دكتورنا.
في المحلول يا ابني. هتقولي يا ميس هي برضو انا دلوقتي عندي الميه ديت هنبدا نغليها، نبدا نغلي الميه لحد ما تتحول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه. بس تعالى لي هنا بقى، مين اللي يقدر يهرب اكتر، الميه النقيه ولا الميه ام محلول؟ افتكر مين اللي كان مشدود اكتر، الميه النقيه؟ تقول لي ثواني يا ميس، احنا قلنا ان الميه النقيه اللي بيشدها الروابط الهيدروجينيه اللي ما بين الجزيئات، فهنعتبر ان الروابط الهيدروجينيه دوت حبل بيشد جزيء الميه، حبل واحد. طب تعالى نروح للمحلول. قلت لي لا يا ميس، ده في المحلول الميه دي مشدوده بحبلين. مين هما الحبلين؟ الحبل بتاع الروابط الهيدروجينيه اللي ما بين الميه والميه، والحبل اللي ماسكها مع الملح، ما هو الملح برضه عامل مع الميه رابطه. تمام؟ يبقى مين يا عيني اللي ممسوك من حبلين مش عارف يهرب؟ المحلول. امال مين اللي سهل يهرب؟ الميه النقيه. فكده عدد الجزيئات اللي هتطلع لفوق اكتر، هل في عدد الجزيئات اللي عايز اللي هتهرب اكتر، الجزيئات الميه بتاعه الماء النقي ولا جزيئات الميه بتاعه المحلول؟ تقول لي لا يا ميس بتاعه الماء النقي، لان دي مربوطه بحبل واحد. فاحنا تعالى نفترض مثلا ان هرب معانا كام؟ 1 2 3 4 5. هنا مثلا هرب معانا 5 جزيئات ميه. طب تتوقع يا دكتور هنا يهرب معانا 5 ولا اكتر من 5 ولا اقل من 5؟ تقولي لا ده الغلبان ده دوت المحبوس اللي مش عارف يهرب. نتوقع ان هنا هيهرب اقل من 5. فمثلا تعالى نفترض ان هرب معانا كام؟ 3 جزيئات ميه. طب الثلاثه دول يا دكتور هيعملوا ايه؟ قال لك هيتكثفوا برضو فوق، ولما يتكثفوا هيلاقوا ان في غطا فمش هيعرفوا ان هم يهربوا، فهيضغطوا على سطح السائل، فهيعملوا حاجه اسمها الضغط البخاري للمحلول. حلو جدا، برافو عليك. ايهما اقوى، الضغط البخاري للماء النقي ولا الضغط البخاري للمحلول؟ تقول لي ثواني، هنا يا ميس احنا مثلا قلنا ان في كام جزيء ضغط؟ 5 يا حبيب قلبي. طب وهنا عند نفس درجه الحراره ضغط كام جزيء؟ قلت لي 3 بس. يبقى مين اللي يضغط اكتر؟ الميه النقيه تكسب. طب والمحلول؟ المحلول يخسر. ليه تخسر يا محلول؟ قال لك لان انا ما عنديش قوه اضغط قوي، لان ما فيش ناس كتير قدرت تهرب عشان تضغط، ده عدد جزيئات محدوده بس اللي قدرت يحصل لها عمليه ايه؟ اللي قدرت تتبخر ورجعت حصل لها عمليه تكثف وتنزل تاني. فهمنا كده؟ يبقى كل ما الماده بتاعتك تبقى محلول يبقى الضغط البخاري اعلى ولا اقل؟ تقولي لا اقل. ليه؟ عشان المحلول ده معناه ان في ملح، والملح ماسك الميه مش عايز يخليها تهرب. انما لما كانت ميه نقيه لا، ده ما كانش فيه غير بس الروابط الهيدروجينيه، والروابط الهيدروجينيه كانت سهله الكسر فقدرت تهرب. تعالى افهمك الكلام دوت ونشوفه تاني هنا معانا في الكتاب. قال لك بص يا ابني، اول حاجه الانخفاض في الضغط البخاري. ايه موضوع؟ لا استنى اكبرها لكم عشان ايه الناس بتشتكي ان ساعات بيبقوا مش شايفين كويس. بص بقى، الانخفاض في الضغط البخاري. احنا انا جايبه لحضرتك ايه دلوقتي؟ انا جايبه لحضرتك الكوبايه دي فيها سائل، والسائل دون كده النظام ده معاك مفتوح ولا مغلق؟ في غطا؟ لا مفيش غطا، يبقى مفتوح. يعني لو انا حاطه 50 ميه هل الاقيهم 50 لما يبردوا ولا اقل؟ اقل عشان بداوا يهربوا. طب تعالى هنا النظام اللي قدامك ده مفتوح ولا مغلق؟ استنى كده، تقول لي لا يا ميز احنا هنا حاطين غطا، يبقى ده كده مغلق. تمام؟ يعني ان لو انا حاطه 50 هلاقيهم 50. طيب بص يا حبيب قلبي، هتلاقي في سهم، طبعا انا هنا من تحت عامله عمليه تسخين، هتلاقي فيه سهم طالع وفيه سهم نازل. طب مين السهم اللي طالع؟ اللي طالع ده الميه اللي هربت. الميه دي في حاله تبخر ولا تكثف؟ تقولي لا ده ديت يا ميس ميه هتتبخر. طب يا عيني ما لحقتش تفرح، خبطت في السقف وهتنزل لنا تاني، يبقى وهي نازله تبخر ولا تكثف؟ تقولي لا تكثف. تاني يبقى اللي طالع ايه يا شباب؟ تبخر. طب اللي نازل تكثف. بما ان اللي طالع تبخر واللي نازل تكثف، قال لك اذا تساوى التبخر مع التكثف اعمل لك حاجه اسمها الاتزان الديناميكي. ايه يا ميس الاسم الكبير المجعلص ده اللي شكله يخوف؟ ولا يخوف ولا اي حاجه. امتى يا حبيب قلبي يحصل اتزان؟ بص دايما كلمه اتزان يعني حد قد حد. طب مش انا دلوقتي تعالى نفترض ان انا طلع معايا جزيء اتبخر ونزل معايا جزيء اتكثف، فكده مين قد مين؟ تقول لي والله يا ميس كده التبخر قد التكثف. يبقى كده يا حبيب قلبي احنا في حاله اسمها حاله الاتزان الديناميكي. فلما يجي يقول لك يعني ايه الاتزان الديناميكي، تقول له تساوي تساوي مين مع مين؟ تبخر مع تكثف، اللي طالع تبخر واللي نازل تكثف. برافو عليك. فقال لك هو تساوي معدل تبخر السائل مع معدل التكثف لبخاره. هو مين اللي اتبخر؟ السائل، الميه اللي تحت. طب مين اللي اتكثف؟ ده البخار. يبقى مين اللي اتبخر؟ السائل. مين اللي اتكثف؟ البخار. فقال لك تساوي معدل التبخر مع معدل التكثف عند درجه حراره وضغط ثابتين في نظام مغلق. ليه قال لك نظام مغلق؟ ما هو لو النظام كان مفتوح كان زمانه هربت وما كنا يعني لو كان النظام مفتوح كان زمان الميه اتبخرت وما عرفناش نعمل عمليه تكثف. تمام كده؟ وصلت معايا؟ طيب بص بقى يا عم، فهنا بيقول لك ايه؟
هنا انت ملاحظ ان لو لو التبخر يساوي التكثف تبقى وصلنا لحاله اسمها حاله الاتزان الديناميكي. فهنا بيقول لك عند درجه حراره معينه ينقص حجم السائل. امتى ال 50 بقت 49؟ لما النظام كان مفتوح ولا مغلق؟ كان مفتوح. ايوه كده شاطرين. طيب قال لك نتيجه التبخر بتاعه الجزيئات. طب عند وضع حجم معين من السلق في دورق مغلق، يعني في دورق مغلق، يعني النظام انا قفلته خلاص بطبق. عند درجه حراره معينه تتحرر بعض جزيئات السائل من السطح وتنطلق كجزيئات بخار. هي هتلحق بقى كبخار وتطير ولا هتقابل السطح فتتكثف؟ ممتاز، هتقابل السطح فتتكثف. طب عندما يتساوى خلي بالك عشان كده اسمها اتزان. عندما يتساوى معدل التبخر مع معدل التكثف تعمل حاجه اسمها الاتزان الديناميكي. ممتاز جدا، برافو عليك. قال لك البخار اللي بيبدا يكون على السطح ده، البخار اللي هو بعد كده بيتكثف بيبدا يضغط على سطح السائل. فاكر احنا سميناه الضغط الايه؟ ممتاز، الضغط البخاري، برافو عليك. طيب اسال تاني، فاكر الضغط البخاري اللي كان بيضغط اكتر الميه النقيه ولا الميه المملح؟ تقول لي استني، الميه النقيه ما كانش غير فيه روابط هيدروجينيه بس اللي بتشدها، بينما الميه المملح كانت الروابط وكمان الملح، فدي يعني ما كانتش قادره تهرب. لا يا ميس، يبقى الميه النقيه عشان دي قدرت تهرب بسهوله، انما الميه المملح ما كانتش قادره تهرب بسهوله. اقول لك برافو عليكم، ممتاز. فيعني ايه دكتورنا كلمه الضغط البخاري؟ ده ضغط بخار السائل. ضغط البخار بتاع مين؟ السائل. قال لك على سطح السائل في النظام المغلق عند حدوث الاتزان الديناميكي. تقول لي هو يعني ايه كلمه اتزان ديناميكي؟ هتلاقينا نط لك دلوقتي من الشاشه. اتزان ديناميكي يعني مين قد مين؟ التبخر قد التكثف. اللي بيطلع اسمه ايه؟ تبخر، واللي نازل اسمه تكثف. لما يبقوا قد بعض يعمل حاجه اسمها اتزان ديناميكي. طيب فهنا بيقول لك يا دكتورنا اني هنبدا اجيب مين ده ومين ده. ده الماء النقي. طيب مين التاني ده يا دكتورنا؟ قال لك ده المحلول. يعني ايه محلول؟ يعني مذيب ومذاب. مذيب ومذاب. مين المذيب يا دكتورنا؟ ده الميه. الماء مذيب جيد. طيب ومين المذاب؟ مثلا الملح. يلا مين اللي هيقدر يهرب؟ تعالى كده بص، مين اللي موجود عند سطح السائل في الماء النقي؟ تقول لي يا ميس كلهم ميه بس، كلهم اخوات في بعض. طب تعالى هنا، مين اللي موجود في حاله المحلول؟ لا، هتلاقي واحد ميه مع واحد ملح وواحد ميه مع واحد ملح. طب تعالى نشوف مين اللي مربوط بخيط ومين اللي مربوط بخيطين. هتقولي اللي مربوط بروابط هيدروجينيه بس دي الماء النقي، فهتقدر تكسرها، هو خيط واحد، فتبدا تكسرها وهتتحرر. فبص عدد الجزيئات المتحرره قد ايه؟ كتير. طب هنا يا عيني دون غلبان، كل لما جزيء الميه لو قدر يهرب من الميه اللي جنبه يلاقي الملح هو اللي شده من الناحيه الثانيه، فتلاقي عدد الجزيئات المتحرره قليله، بالتالي الضغط اللي هيكون عليه هيكون ضغط ايه؟ ضغط منخفض. طيب معنى يا دكتور ان الميه هنا في الماء النقي ان الميه قدرت تتبخر وتهرب، ده معناه ان هي اتغلبت على انهي قوه؟ هل القوه ما بين الروابط الهيدروجينيه بس ولا الروابط الهيدروجينيه والملح؟ تقولي لا يا ميس ده ماء نقي فالموضوع ما فيهوش ملح، يبقى روابط هيدروجينيه بس. اقول لك برافو عليك. فهنا في الماء النقي قوه التجاذب بين جزيئات الماء الناتجه عن الروابط الهيدروجينيه فقط. يبقى في الماء النقي احنا محتاجين بس نكسر الروابط الهيدروجينيه نتغلب عليها. امال يا دكتور في حاله الملح؟ لا، دوت الغلبان ده اللي مربوط بحبلين. تقول لي ده يا ميس انا عشان نقدر نحرره كده ويحصل عمليه تبخر لازم اتغلب على قوه تجاذب بين جزيئات الميه. ما دام تجاذب بين جزيئات الميه تبقى روابط ايه؟ هيدروجينيه، برافو. وقوة التجاذب القوية ما بين جزيئات المية وجزيئات أو أيونات المذاب زي مثلا الملح أو السكر. تمام كده يا شباب؟ يبقى أول خاصية من الخواص الجمعية للمحلول إيه هي؟ تقول لي انخفاض الضغط البخاري للمحلول. لما عملت مسابقة ما بين مية نقية وما بين محلول وشفت مين فيهم هيتبخر وينزل يتكثف ويضغط أكتر، لقيت مين اللي ضغط أكتر؟ المية النقية ولا المحلول؟ لا، المية النقية يا ميس، عشان المية النقية قدرت إن هي تهرب من المية وتكسر الروابط الهيدروجينية فقدرت ان هي تتبخر ثم تتكثف وتضغط. بينما في المحلول لا، المحلول كانت فيه حاجات شده تحت، الرابطه الهيدروجينيه ومين تاني؟ الرابطه الهيدروجينيه والرابطه ما بين الميه ومين؟ وجزيء الملح او الايونات المذابه. فدوت يعني ما فيش كتير قدروا ان هم، ما فيش جزيئات ميه كتير قدرت ان هي تتبخر، وبالتالي اللي ضغط كان كميته قليله. طيب اسالك سؤال، هو السؤال هنا بيقول لك ايه؟ الطاقة اللازمة للتغلب على قوى التجاذب. مين اللي كان عايز طاقة كتير قوي عشان يقدر يقطع الخيطين اللي هم ماسكين فيه؟ المحلول ولا المية؟ تقول لي المحلول، اقول لك برافو عليك. يبقى اللي عايز قوة اللي عايز قوة اكتر، اللي عايز طاقة اكتر او قوة اكتر عشان يتغلب على قوة التجاذب هو المحلول. اللي عايز اقل، مين اللي كان مربوط بحاجة واحدة؟ تقول لي ده الماء النقي.
طب عدد جزيئات الماء القابله للتبخر، الميه اللي كانت قادره ان هي تهرب كانت اكتر في المحلول ولا في الميه؟ تقول لي كانت اكتر في الميه النقيه، برافو عليك. وفي المحلول كانت قليله. تمام كده. لذلك الضغط البخاري اكتر فين؟ في الماء النقي ولا اكتر في المحلول؟ تقول لي لا، في الماء النقي، لان هو دوت شايف ديت كل الجزيئات اللي قدرت تهرب واللي رجعت ضغطت بعد كده. انما لما تيجي تبص على الجزيئات اللي قدرت تهرب من هنا، للاسف كانت عددها قليل، فبالتالي الضغط البخاري كان عندنا ايه بقى؟ كان كبير ولا صغير؟ لا، كان صغير في المحلول. هنا عندك بيقول لك ايه؟ تعالى ناخد علاقه ما بين كميه الماده المذابه وما بين الضغط البخاري. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا ابني، تعالى هنا كده، تعالى افهمها لك. لما نيجي نشوف العلاقه بقى، هو انا دلوقتي انا معايا اهو كوبايه المحلول. هو انت كل ما المحلول ده تحط فيه ملح كتير، كلما زادت كميه المذاب. زي مين مثلا؟ زي الملح. يعني انا كل ما زودت الملح جوه الميه، ده معناها ان انا بحبس الميه اكتر ولا اقل؟ تقول لي ثواني، انا كده جبت ملح كتير والملح بيفضل يشد في الميه. تقول لي لا يا ميس، ده انا كده بحبس الميه اكتر. يبقى كده يا ابني اللي هيقدر يتحرر عشان يضغط كتير ولا قليل؟ تقول لي قليل. يبقى كده العلاقه طرديه ولا عكسيه؟ يبقى العلاقه ما بين عدد الايونات المذابه اللي احنا نقدر نقول عليها الملح مثلا مع الضغط البخاري. يلا انا معلماك ايه بقى؟ معلماك لما يجي لك اي علاقه بيانيه اقراها من تحت لفوق وقول بزياده. يعني اقول كلما زاد عدد الايونات، كلما زادت الناس اللي ربطاني، يبقى انا هضغط اكتر ولا اقل؟ لا، هضغط اقل، لان انا مش هقدر اتحرر اصلا عشان اضغط. تبقى العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. وصلت؟ صعب الضغط البخاري؟ ان شاء الله الضغط البخاري ما يكونش صعب عليك. طيب ندخل في تاني عامل من العوامل، او من تعالى الاول ناخد مثال. استنى لما نخبي الاجابه. هنا بيقول لك ايه؟ رتب المحاليل التالية حسب الضغط البخاري لها بفرض وجود جزيء واحد من كل من ما يلي في كميات متساوية من الماء عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة. تعالى كده ناخد الحاجات اللي هم مديهم لنا، ناخدهم لوحدهم. هو مدينا 3 أملاح NaCl، مدينا مين تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مدينا كلوريد النحاس CuCl3، بس بلا Cl2، CuCl2. ومدينا مين تالت حاجة؟ مدينا ملح نترات الأمونيوم AlNO3/3، AlNO3/3. بص بقى يا دكتورنا، هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كل ملح من دول هندوبه في الميه. عايزين نشوف مين اكتر واحد هيبقى عنده ضغط ومين اقل واحد عنده ضغط. طب انا يا مس هعرفها منين؟ مش احنا يا دكتور كنت بقول لك ان الخواص الجمعيه للمحاليل معتمده على النوع ولا على الكميه والعدد؟ على الكميه والعدد. طب تعالى هنا، تعالى نشوف NaCl كده. انا معايا كام ايون؟ هتقول لي والله يا ميس ال Na ده 1 والCl 1، يبقى معايا كام ايون؟ معايا 2 ايون. طب تعالى هنا يا دكتورنا، CuCl2، Cu يعني معايا واحده Cu، Cl2 يعني معايا 2 Cl2، يبقى 1 و2 كده معايا كام ايون؟ تقول لي معايا 3 ايون. تعالى بقى، AlNO3 كله باي 3، Al يعني الالومنيوم، معايا كام الومنيوم؟ معايا واحده. طب NO3 معايا مجموعه النترات، معايا كام مجموعه نترات؟ معايا 3 مجموعات نترات، يعني دول 3. اجمع يا حبيب قلبي، 1 زائد 3 يطلعوا كام؟ يطلعوا 4 ايون. عارفين هنعمل كل ايون من الايونات دي كانه حبل بيشد الميه لتحت عشان ما تتبخرش. طب تعالى هنا عندي كام حبل شدد الميه؟ 2. طب هنا كام حبل ساحب الميه؟ 3. طب هنا كام حبل ساحب الميه؟ 4. في رايك مين اكتر حد مربوط؟ تقول لي يا ميس اللي عنده 4 ايونات. طب بما ان ده مربوط، هل هيقدر يطلع لفوق؟ هل هيقدر يتبخر ويضغط على الميه؟ لا، يبقى ده اقلهم ضغط بخاري. طب تعالى دون ربطه كام ايون؟ يعني كأن جزيء الميه مربوط بكام حبل؟ تقول لي 3. طيب يبقى ده كده بما ان مربوط ب3 حبال، هل هيقدر يتحرر قوي فيتبخر فيضغط؟ لا، يبقى دون. بس هو خلي بالك، هو احسن من مين؟ احسن من اللي كان مربوط ب4 حبال، فده كده في المرتبه الثانيه. طب تعالى لده ال NaCl، قال لك ال NaCl ده كأنك ماسك جزيء الميه بحبلين، فدون دون يعني ده اعلاهم في الضغط البخاري، يبقى ده كده اعلى ضغط بخاري. يبقى لو جه نرتبهم، لما نيجي نرتبهم مين اكبر واحد ضغط بخاري؟ ال NaCl. اكبر من مين؟ اكبر من CuCl2. اكبر من مين؟ اكبر من مجموعه نترات الامونيوم AlNO3
باي 3. تمام كده؟ يبقى ده اكبر واحد ضغط بخاري، ده اكتر واحد الميه هتقدر تهرب منه وتبدا تضغط. ليه؟ لان هنا دوت عباره عن حبلين بس، ايونين بس. انما دون تاني واحد ده الميه برضه هتقدر تهرب منه اقل من ده شويه، لان دول عباره عن ايه؟ عباره عن 3 ايونات. طب ده عباره عن كام ايون؟ عباره عن 4 ايونات. يبقى كلما زادت كميه الايونات كلما قل الضغط، كلما زادت الايونات قل الضغط. هنا ده 4 يبقى ده قل، طب دوت 2 يبقى دوت اكتر. يبقى في علاقه عكسيه، كلما زادت الايونات افتكر ان هي كانها حبال بتسحب الميه مش عايزه تحررها، كلما زادت الايونات قل الضغط، علاقه عكسيه زي الفل يا دكاتره. طيب نبدا ندخل على الصفه الجمعيه اللي بعدها. بص 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 بص، لما جه بقى هو يرتبهم لنا طلع مين اكبر واحد؟ بق السمكه عند مين؟ اكبر واحد ال NaCl اللي هو كان مكون من كام ايون؟ 2. طب بق السمكه الثانيه عند مين؟ عند كلوريد النحاس اللي هو كان عنده 3 ايونات. اصغر واحد ضغط بخاري هو مين؟ هو نترات الامونيوم اللي هو كان عنده 4 ايونات، نقدر نقول كان مربوط باربع تحبال. طيب تعالى بعد كده هنتكلم على الارتفاع في درجه الغليان. ايه موضوع الارتفاع في درجه الغليان؟ بص يا عم، الميه عشان تغلي، الميه عشان تغلي انا محتاجه ايه؟ قال لك محتاجه ان يكون في تساوي ما بين الضغط البخاري مع الضغط الجوي الواقع على السطح. تقول لي ثواني يا ميس، انت قلتي معنى كلمه ضغط بخاري ان انا لو معايا ميه، الميه دي هتتبخر، البخار ده لما يطلع هيبدا يتكثف فينزل يضغط، ده اسمه ضغط بخاري، ان البخار هيضغط. طب يعني ايه الضغط الجوي؟ هبدا اقول لك يا ابني، فاكر قبل كده لما كنا بنتكلم عن ايه؟ استنى اقول لك احنا كنا ساعتها بنتكلم عن ايه، الله المستعان. لما كنا بنتكلم عن الضغط وكنت رسمه لكم سعيد ومسعد ومسعود. تعالى بقى نروح تاني لسعيد ومسعد ومسعود، وانا شايفاك اللي بتضحك. تعالى بص، تعالى دلوقتي هنعتبر ان في ده مستوى سطح الارض، وده الجبل، وده مين؟ ودي حفره. هنوقف هنا 3 اشخاص، ادي سعيد وادي مسعد وادي مسعود. سعيد، افتكر بس، مسعد ومسعود. طب انت عايزه ايه دلوقتي يا ميس؟ اقول لك يا دكتورنا، مش انت عارف ان احنا كلنا كده واحنا واقفين على مستوى سطح الارض او احنا واقفين في اي حاجه، في حاجه اسمها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي ده بيضغط علينا اهي، عايزين نظبطها بس. عندنا حاجه اسمها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي ده بيضغط على دماغنا. طيب الغلاف الجوي واحنا واقفين عند سطح الارض، الغلاف الجوي بيعادل قد ايه؟ بيعادل 1 ضغط جوي، ودي من رحمه ربنا بينا احنا. 1 ضغط جوي ده ان انت واقف مش حاسس بحاجه. طب لو زاد، انت عارف لو كان زاد الضغط الجوي كان زماننا ان احنا دماغنا ايه يعني، ايه بقت، الله المستعان. المهم، طيب يعني احنا كلنا كده بيضغط علينا عمود هواء. عمود الهواء ده ارتفاعه قد ايه دكتور؟ قال لك ارتفاعه 1000 كيلو متر. ماشي؟ يبقى احنا كلنا بيضغط علينا ايه؟ بيضغط علينا عمود هواء. عمود الهواء ده هو اللي اسمه الضغط الجوي. طب حلو جدا، تعالى انا وانت بقى نشوف مين اكتر واحد ضاغط عليه الهواء. تعالى كده، تعالى عند الواد سعيد. الواد سعيد ده ضاغط عليه عمود الهواء ده اللي هو عند مستوى سطح الارض، اللي احنا قلنا بيعادل 1 ضغط جوي. طيب تعالى نروح عند مسعد. مسعد ده ضاغط عليه عمود الهواء ده. طب ومسعود ضاغط عليه كل عمود الهواء ده. لما انا اقول لك بقى مين اكتر واحد الضغط الجوي دايس عليه، سعيد ولا مسعد ولا مسعود؟ تقول لي لا يا ميس ده مسعود. ليه يا حبيب قلبي عرفت منين؟ تقول لي لان هو اطول واحد عمود هواء. يبقى كده اكبرهم ضغط جوي هو عند مين؟ عند مسعود. طب تعالى، مين اقل واحد ضغط جوي؟ تقول لي ده اقصر واحد عمود هواء. فين يا ابني اقصر واحد عمود هواء؟ الواد مسعد ده. يبقى اقلهم مسعد. طب مين الحاله الايديال، مين الحاله المثاليه اللي احنا بنقارن بيها، اللي هي عند مستوى سطح الارض اللي هي كانت بتساوي 1 ضغط جوي، اللي هو سعيد. طب تعالى بقى، قال لك لقينا ايه يا دكتور؟ عارف انت لما كنا بناخد الميه بتغلي عند كام؟ طيب كنت بنقول الميه بتغلي عند كام؟ تقول لي بيمثل الميه النقي بيغلي عند 100 درجه مئويه. برافو عليك. الميه يا شباب بتغلي عند 100 معذره، الميه بتغلي عند 100 لو احنا واقفين هنا عند مستوى سطح الارض. يبقى الميه بتغلي عند 100 لو احنا واقفين عند مستوى سطح الايه؟ الارض. انا دلوقتي هسال حضرتك سؤال، لو الواد سعيد ده ماسك كوبايه ميه، الميه هتغلي عند كام؟ ماء نقي. تقول لي يا مس عند 100. طب انا بقى لو الواد مسعد ماسك برضو كوبايه ميه، هل هتغلي عند 100 ولا اعلى من 100 ولا اقل من 100؟ وبرضو الواد مسعود، هل عند 100 ولا اعلى من 100 ولا اقل من 100؟ تعالى غششك وانت اللي هتقول، انا غششك وكأن انت اللي هتقول. ايه يا ميس بقى اللي انت هتغششولي؟ هقول لك يا ابني ان الضغط طردي مع درجة الغليان. يعني ايه يا ميس؟ يعني كلما زاد الضغط زادت درجة الغليان، وكلما
قل الضغط قلت درجة الغليان. تقول لي بس دي انت كده جاوبتيها ليه؟ ما انا دلوقتي بقول لك ايه، لو الضغط زاد تزيد درجة الغليان. بص الضغط زاد انا قصدي يعني ان في حاجة بتضغط، يبقى لو زاد الضغط زادت درجة الغليان، لو قل الضغط قلت درجة الغليان. طب مين الحالة المثالية الايديال اللي احنا شغالين عليها؟ الضغط عند مستوى سطح البحر. تمام، الضغط عند مستوى سطح البحر اللي انت تقدر تقول على الارض يعني كام؟ 1. طب انا دلوقتي لو زودت الضغط، تقول لي ثواني يا ميس، هو احنا زودنا الضغط على مين؟ هو انا زودت الضغط على مسعد ولا على مسعود؟ تقول لي لا على مسعود اللي في الحفره. يبقى الواد اللي في الحفره ده الضغط عنده زايد، بما ان الضغط هنا زياده يبقى درجه الغليان زياده ولا اقل؟ تقول لي زياده يا ميس. طب انت اصلا كنت في العادي درجه الغليان كام؟ 100، يبقى انت هتتوقع عند مسعود درجه الغليان اعلى من 100. برافو. طب تعالى عند الواد مسعد، لا درجة الغليان أقل من 100. برافو عليك. يبقى تاني، يبقى اللي أنا عايزاك تطلع بيه من الحتة دي، بس عايزاك تبقى فاهمها إن في علاقة ما بين مين ومين؟ ما بين الضغط ودرجة الغليان. كلما زاد الضغط زادت درجة الغليان، كلما قل الضغط قلت درجة الغليان. برافو عليك. طب تعالى يا حبيب قلبي، تعالى انا وانت كده نروح للصفة الجمعية التانية. الصفة الجمعية التانية كانت بتكلمنا عن ايه؟ عن الارتفاع في درجة الغليان. بيقول لك كل ما بارتفاع درجة حرارة السائل النقي يزداد الضغط بتاعه حتى تصل قيمته إلى قيمة الضغط الجوي. ماشي، وعندها يبدأ السائل في الغليان. طب يعني ايه درجة الغليان؟ لما لقيت ان الضغط البخاري مساوي للضغط الجوي الواقع عليه. تقول لي برضو انا مش فاهم، تعال نفهمك وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك ايه؟ اذا كان الضغط الجوي عند سطح السائل، اذا كان الضغط الجوي عند سطح السائل اقل من الضغط الجوي، ومره تانية هيبقى اكبر. تعالى بقى، فاكر لما كنت بقول لك العلاقه ما بين الضغط الجوي وضغط السائل، او العلاقه ما بين الضغط الجوي ودرجه الحراره كانت طردي ولا ودرجه الغليان معذره كانت طردي ولا عكس؟ تقول لي يا مس طردي. كلما يزداد الضغط زادت درجه الغليان، كلما يقل الضغط قلت درجه الغليان. واقول لك برافو عليك. بص يا ابني، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا يبدأ السائل في الغليان عند درجة حرارة. امتى السائل هيبدأ يغلي؟ والله السائل هيغلي لو انت حاططني فوق عند ضغط قليل يبقى هيغلي عند درجة اقل من 100. طب لو انت حاططني تحت عند ضغط كتير زي الواد مسعود اللي كان في الحفرة يبقى هيغلي عند درجة اعلى من 100. برافو عليك. يبقى امتى السائل اللي معايا، امتى يبقى انا معايا كوباية تغلي عند اقل من 100؟ لو انا فوق ولا تحت؟ تقولي لا يا مس لو انا فوق. طب امتى لو انا معايا كوبايه ميه تغلي عند درجه اعلى من 100؟ تقول يا مس لو انت تحت، انت كده في حفره. تمام كده وصلت؟ طيب فبيقول لك مثال غليان الماء على قمه الجبل. بما ان انا على قمه الجبل انا فوق اهو، تغلي الميه عند 100 ولا اقل؟ برافو عليك، تقول لي عند اقل لان الضغط فوق 1 ولا اقل؟ تقول لي لا يا مس اقل. طب لو انت يا دكتور في الحفره هنا مديك مثال بقى غير الحفره، حاجه اسمها القدر الكاتم. ايه يا شباب القدر الكاتم ده؟ القدر الكاتم ده اللي هو حلل الضغط. عارفين انتوا حلل الضغط؟ في حلل كده اسمها حلل الضغط. الحلل دي تبقى متميزه ان هي ليها كده قفل من الجنبين. الحله ديت لو انت عندك اللحمه مثلا بتستوي في 4 ساعات، هي تسوي لك اللحمه مثلا ايه ساعه الا ربع، نص ساعه، حاجه فوق الرائعه، حاجه سوبر. طب ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ هي ليه الحله ديت قادره ان هي تسخن كتير قوي كده؟ بص يا عم، فكره حله الضغط دي ان انت حضرتك تعالى كده، تعالى افهمك فكره حله الضغط. بسم الله. حله الضغط ديت يا دكتورنا، يلا يلا يلا، ايه الفرق ما بين الحله العاديه وايه الفرق ما بين القدر الكاتم من حله الضغط؟ حله الضغط الحله العاديه الغطا بتاعها لما انت بتيجي تحطه كده هتلاقي لما ماما تكون الاكل بيغلي بتلاقي الغطا عمال بيتحرك وفي بخار طالع من الجوانب. تمام؟ البخار ده بيفقد درجه الحراره وكده بيخلي الضغط اللي جوه اللي بيسوي الاكل قليل. ليه؟ لان انا عماله افقده. يبقى الضغط الداخلي بيقل لما بفقد البخار ده. طب فجم هم فكروا قالوا يا جماعه بدل ما الاكل كده بيفضل قاعد على النار كتير واحنا عمالين بنستهلك الغاز، والغاز من الطاقه غير المتجدده، طب ما احنا نحاول نمنع البخار ده ان هو يخرج، ما نخرجهوش فنكتمه. فالبخار ده لما ما يخرجش يبدا يضغط فيساعد على عمليه على ارتفاع درجه الحراره جوه الحله، فيساعد على ان الاكل ينضج اسرع. فقالوا خلاص احنا نعمل حله اسمه او نعمل قدر اسمه القدر الكاتم. قدر يعني حله، وكاتم يعني بيكتم البخار. هل الحلل العاديه اللي ماما بتعمل فيها الاكل بتكتم البخار؟ لا. والدليل ان لما الماما لو حاطه سائل كده وفضل يغلي قوي تلاقي الغطا عمال بيتهز قوي قوي وعمال يوقع من الجنبين.
صح؟ انما هل ده بيحصل في القدر الكاتم؟ لا. ليه؟ لان انا كتمت البخار، كتمته باحكام رهيب. فهنا في رايك ايهما اعلى في الضغط؟ ايهما اعلى في الضغط من جوه؟ مين السائل اللي بيضغط اكتر؟ هل الحله العاديه ولا القدر الكاتم؟ ده دول كلهم محبوسين وكلهم بيضغطوا، انما هنا قدروا يتحرروا ويمشوا. يعني انا لو هنا مثلا معايا 10 جزيئات سائل، هلاقي ان في 5 هربوا واللي بيضغط 5. طب انا هنا لو معايا 10 جزيئات سائل، هل في حاجه بتهرب؟ لا. فال10 كلهم بيضغطوا، فبتلاقي الاكل استوى هنا اسرع. فهمنا كده؟ طيب تعالى بقى نرجع الناحيه الثانيه. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا دكتورنا ان انت عندك مثال اسمه القدر الكاتم. احنا رحنا فين عند القدر الكاتم؟ اهو. عندك حاجه اسمها القدر الكاتم، غليان الماء في القدر الكاتم اللي هي حله الضغط. الميه هنا بقى هتغلي عند 100 ولا اكتر من 100؟ تقولي لا، ده الميه تغلي عند اكتر من 100. ايوه كده، ممتاز. فلما نيجي ناخد علاقه، العلاقه ديت ما بين ايه وايه يا دكتور؟ ما بين الارتفاع وما بين درجه الغليان. يلا بقى انت شاطر وعارف الارتفاع ودرجه الغليان. تعالى بس عشان تفهم المنحنى ده، عشان انا عارفه الناس بيجي لها زهايمر فجائي. تعالى نفتكر سعيد، مسعد، ومسعود. مين اكتر واحد كان واقف على ارتفاع؟ سعيد ولا مسعد ولا مسعود؟ تقول لي لا، ده احنا لو سعيد ده مثلا واقف على ارتفاع 1 متر، الواد ده تسلق كتير قوي يا ميس، فده ممكن يكون واقف مثلا على ارتفاع 400 متر. الواد ده بقى واقف على مثلا نص متر، ان ده نزل لتحت. يبقى مين اكتر واحد طلع لفوق؟ مين اكتر واحد ارتفاعا؟ الواد اللي فوق الجبل ارتفاعا اهو، الواد ده طلع تسلق كتير. فتعالى هنا يا دكتور، هنا الارتفاع 0، يعني الواد ده كان واقف على الارض. فلما كان الواد ده واقف على الارض، لقينا ان الميه بتغلي عند كام؟ بتغلي عند 100. ممتاز. طب تعالى نفترض ان الواد ده بدا يطلع على الجبل. الواد ده كل ما طلع فوق الضغط يزيد ولا يقل؟ تقول لي طلع فوق تبقى الضغط يا ميسي يقل، تبقى درجه الغليان تقل. صح. بص كده، لقيت لما انا لو طلعت على ارتفاع 2000 لقيت ان درجه الغليان قلت. طب تعالى لو انا طلعت على 4000 لقيت ان درجه الغليان قلت اكتر. طب لو تسلقت جبل 6000 لقيت ده قل اكتر واكتر. طب لو تسلقت جبل 8000، يا نهار ابيض، بص شايف درجه الغليان بدل ما الميه كانت بتغلي عند 100 تكاد تكون الميه هنا بتغلي عند 70. ما بين ال 80 وال 75 يبقى تبقى ما علينا، ولتكن مثلا ايه 76 78. يبقى انت كده ملاحظ ايه يا دكتور؟ ملاحظ ان كلما زاد الارتفاع كلما انا اطلع فوق الجبل يبقى كده الضغط بيقل، تبقى درجه الغليان بتقل. يبقى العلاقه طردي ولا عكسي؟ تقول لي يا ميس انت كل ما بتطلعي لفوق كل ما الضغط بيقل، كل ما بتطلعي لفوق كل ما الضغط بيقل. تبقى العلاقه ايه يا دكتورنا؟ علاقه عكسيه. ممتاز. علاقه ايه؟ علاقه عكسيه يا دكاتره. فهنا بيقول لك ايه؟ من المعروف ان الضغط الجوي يقل بالارتفاع عن مستوى سطح البحر اللي هو فوق. ماشي. ويتضح من الشكل البياني المقابل ان درجه غليان الماء تقل بالارتفاع عن مستوى سطح البحر، اي تزداد درجه غليان الماء بزياده الضغط الواقع عليها. بس كده. تمام 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 تمام. وصلت كده. بيقول لك بتزداد درجه الغليان بزياده الضغط الواقع عليها، وهنا العلاقه طرديه. كل ما زودت الضغط وكل ما زادت درجه الغليان. فاكر مين اكتر واحد متعرض للضغط؟ سعيد ولا مسعد ولا مسعود؟ تعالى كده، تعالى ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نرجع تاني. مين اكتر واحد مضغوط؟ سعيد ولا مسعد ولا مسعود؟ تقول لي الواد مسعود. يبقى مسعود ده كلما زاد الضغط زادت درجه الغليان، يبقى العلاقه ما بين الضغط ودرجه الغليان طردي. تمام. انما مين اكتر واحد مرتفع فوق سطح الارض؟ تقول لي لا يا ميس ده الواد مسعد. كلما زاد الارتفاع كلما قل الضغط. يبقى انت هنا تطلع لي بحاجتين. اتمنى ان الناس لما بتكون قاعده تسمع الحلقه بتاعتي تبقى بالله عليك هات ورقه وقلم، اكتب كده شويه ملحوظات يعني هتفيدك جدا. يبقى انا لما اجي اقول لك العلاقه، بسم الله، تعالى بقى ارسم لك علاقتين مهمين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى، انا كنت قايله لك احنا طول الحصه عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي همك ويغفر ذنبك. فكر بقى وانت كده عمال بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انا نفسي في ايه؟ نفسي اطلع الاول على الثانويه العامه، نفسي احفظ القران، نفسي اجيب عربيه، نفسي افضل صلي على النبي بنيه ان ربنا يحقق لك الامنيه دي، وان شاء الله والله العظيم هتتحقق باذن الله. اول حاجه ما بين الضغط ودرجه الغليان. يلا ارسم معايا. العلاقه الثانيه ما بين الضغط ما بين الارتفاع، معذرة، الارتفاع ودرجة الغليان. يلا يا دكتورنا. لا ناخد لون بقى. كل ما الضغط بيزيد، فاكر الواد اللي كان في الحفرة؟ كل ما الضغط زاد عليه كل ما درجة الغليان ايه؟ زادت. تبقى العلاقة بينهم علاقة طردية. يبقى كلما زاد الضغط زادت درجة الغليان. طب تعالى هنا. كلما زاد الارتفاع، فاكر الواد اللي كان فوق الجبل؟ كل ما ارتفع فوق الجبل كل ما درجه الغليان ايه؟ قلت. يبقى العلاقه هنا كلما زاد الارتفاع كلما قلت درجه الغليان. تبقى العلاقه هنا عكسيه.
وصلت؟ اهم حاجه في الجزء دوت يعني الاجزاء بتاعه العلاقات، يبقى كل ما الضغط زاد كل ما زادت درجه الحراره، انما كل ما الارتفاع زاد كل ما انت طلعت فوق وقل الضغط عليك تقل درجه الحراره. نرجع تاني يا دكتور الدكاتره. طيب يا عم تعالى بقى، بيقول لك ايه؟ لا تؤثر مساحه السطح المعرضه. ماشي، الحته ديت سيبك منها، احنا مش عايزينها. تعالى نرجع، هو احنا ايه اللي ودانا هنا؟ تعالى. بيقول لك عندك شويه ملاحظات مهمه جدا. عند الضغط الجوي المعتاد درجه غليان السائل النقي قيمته ثابته دون النظر الى كميه السائل، ويستدل منها على درجه نقاء الميه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت عارف ان لو انا دلوقتي معايا ميه نقيه واقفه عند مستوى سطح الارض درجه الغليان كام؟ اتفقنا بقى 100. طب لو انا طلعت فوق الجبل اقل من 100. طب لو انا نزلت في الحفره اعلى من 100. تمام كده وصلت؟ طيب بيقول لك كلما زادت كميه السائل زادت كميه الحراره المراد اكتسابها للوصول الى درجه الغليان. يعني ايه؟ تعالى افهمك. هل لو انا معايا كوبايه ميه ومعايا حله ميه، مين اللي عايز حراره اكتر عشان يغلي؟ كوبايه الميه ولا حله الميه؟ تقول لي لا يا مس حله الميه. يبقى ده معناها يا حبيب قلبي ان كل ما الميه اللي معاك زادت كل ما انت عايز حراره اكتر ولا اقل عشان تغلي؟ تقول لي حراره اكتر. وصلت كده؟ طيب هي دي الملحوظه اللي كان عايز اديها لك. العلاقه بين درجه الغليان وعدد جسيمات المذاب. بص يا عم، قال لك ايه؟ قال لك عند ذوبان ماده في الميه، قصده بماده غير متطايره يعني ماده بتدوب في الميه. طيب لتكوين محلول ينخفض الضغط البخاري فتكون درجه غليان المحلول اعلى من درجه غليان المذيب. طيب تعالى بس كده هنركز وانا هفهمك الاخر. المكون له عند الضغط الجوي المعتاد، لأن قوى التجاذب بين جزيئات المذيب وجزيئات المذيب والجزيئات بتاعة الملح يعني في المحلول تزيد من القوى اللازمة لتبخير الماء. يبقى يتناسب مقدار الارتفاع في درجة الغليان تناسبا طرديا مع عدد جزيئات او ايونات الماده المذابه. انا حبيت اقراها لك في الكتاب، وتعالى انا وانت بقى اروح افهمها لك واحده واحده. بص يا عم، صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الراجل ده بيقول لك ايه؟ الراجل ده بيقول لك تعالى انا وانت نعمل تجربه، نجيب كوبايه ميه نقيه ونجيب كوبايه ميه بملح، ونبدا نخلي الاتنين يغلوا ونشوف مين اللي هيغلي اسرع. تاني، انا هنا معايا كوبايه ايه؟ ماء نقي، وهنا معايا محلول. يعني ايه محلول؟ يعني ماء زائد ملح. برافو. وهبدا هنا اخلي الاتنين، ابدا اسخن لدرجه الغليان. هنا يسخن وهنا سخن. الماء النقي هيغلي عند درجه حراره كام؟ تقول لي 100 يا ميس. طب يا دكتورنا المحلول يغلي عند 100 ولا اقل من 100؟ تقول لي طب ثواني، هو يعني ايه يا ميس الميه بتغلي؟ هقول لك يا حبيبي، معنى ان الميه بتغلي ان الميه بدل ما هي محبوسه في الكوبايه، الميه هتبدا تهرب وتتحول الى بخار. مش الغليان تحول الماء من الحاله السائله للحاله الغازيه؟ ايوه. فتقول لي يا ده زي اللي احنا كنا لسه واخدينها من شويه. مش احنا من شويه قلنا ان مين اللي كان قدر يهرب ويضغط اكتر، الميه النقيه ولا المحلول؟ لا، طلعت الميه النقيه. الميه النقيه كان شددها بس الروابط الهيدروجينيه فقدرت تهرب وتضغط، فكان الضغط البخاري للماء النقي اعلى من الضغط البخاري للمحلول. طب هي هنا نفس الفكره. انا هنا دلوقتي يا ابني، مش انت المفروض ده محلول، يعني انا معايا جزيئات ميه ومعايا جزيئات ملح؟ تقول لي ايوه. طب انا دلوقتي عشان اخلي الميه دي تغلي، يعني ايه تغلي؟ يعني اخلي الميه دي تهرب، اعمل ايه؟ تقول لي يعني انا لازم احررها من جزيئات الميه واحررها من جزيئات الملح. بدل ما انا جزيء ميه اهو عايز اطلع فوق واهرب، عايز اتبخر، في حد ماسكني من ايدي من هنا وحد ماسكني من ايدي من هنا. مين اللي ماسكني من هنا؟ دي روابط هيدروجينيه مع اخواتي الميه التانيين. طب ومين اللي ماسكني من ايدي التانيه؟ لا ده الملح ماسكني. طب انا لو عايز اهرب لازم افك ايدي الاثنين، افك ايدي من الروابط الهيدروجينيه وافك ايدي من جزيئات الملح. للاسف ده هيبقى سهل ولا صعب؟ قال لك ده هيبقى صعب لو انا محلول، لان الاثنين عمالين بيشدوا فيا. يبقى انا عشان اقدر اهرب محتاجه طاقه كبيره قوي، محتاجه اكتسب درجه حراره عاليه عشان اقدر اكسر الروابط دي. فلقينا ايه يا دكتورنا؟ لقينا ان هل المحلول هيغلي عند 100؟ قال لك لا، ده عايز حاجه اقوى من ده عشان يقدر يكسر الربط مع الميه والربط مع الملح. فلقينا ان درجه غليان المحلول اعلى من درجه غليان الماء النقي. وصلت كده؟ يبقى مين اللي عايز درجه غليان اعلى، المحلول ولا الميه؟ ايوه كده، اللي عايز اعلى ده المحلول. ليه؟ عشان ده مربوط فعايز ياخد طاقه كبيره عشان يقدر يكسر الروابط دي. انما الميه هي مربوطه بس عايزه طاقه تكفيها ان هي تتغلب على الروابط الهيدروجينيه بس. وصلت يا شباب؟ يبقى كده الدنيا ايه؟ سهله معاك. يبقى انت هتتوقع ان لو انا معايا ميه بسكر تغلي عند 100 ولا 99 ولا 101 مثلا؟
تقول لي ميه بسكر ده محلول، لا يبقى اكتر من 100 ميس، يبقى 101. برافو عليك، يبقى انت كده فهمت. تمام. يبقى ديت معانا تاني خاصيه من الخواص. يبقى العلاقه من درجه الغليان وعدد الجسيمات. وخلي بالك بقى، هو انا هل لو انا معايا كوبايه ميه حاطه فيها معلقه سكر وحطيتها تغلي، زي لو انا جبت كوبايه ميه وحاطه فيها 10 معالق سكر وحطها تغلي، مين اللي عايز وقت اطول عشان يغلي؟ اللي فيها معلقه ولا اللي فيها 10 معالق؟ تقول لي يا مس هنعتبر ان اللي فيها معلقه في واحد بيشدها، وان نعتبر ان اللي فيها 10 معالق في 10 بيشدوها. انا عايزه طاقه اكتر عشان اتغلب على الواحد ولا على ال10؟ لا على 10. يبقى يا مس درجه الغليان هتبقى اعلى في اللي فيها عدد جزيئات اكتر. فهمت كده؟ طيب تعالى يا دكتورنا، هنا برضه هيبدا يدينا ايه؟ هيبدا يدينا شويه املاح كده، ويبدا يقول لك مين اكتر ملح فيهم عايز حراره عشان يقدر يتغلب. اول حاجه معاك ال NaCl. ال NaCl معايا كده كام ايون؟ واحد Na وواحد Cl، يعني معايا ايونين. طب تعالى دي MgCl2 اللي هو كلوريد المغنيسيوم، انا معايا واحده كلوريد مغنيسيوم ومعايا 2 كلور، واحد و2 كام؟ 3. برافو عليك. طب تعالى هنا، انا معايا ايه؟ معايا كبريتات الالومنيوم، معايا كام الومنيوم؟ معايا 2. معايا كام مجموعه كبريتات؟ معايا 3. 2 و3 كام؟ 5. برافو عليك. يلا بقى هنعتبر ان انا المذاب ده عنده حبلين، والمذاب ده عنده 3 تحبال، والمذاب ده عنده 5 تحبال. مين واحد فيه انهي ملح في الثلاثه دول عايز طاقه اكتر عشان يقدر يهرب؟ تقول لي لا لا، ده ميس ابو 5 ده. ابو 5 ده كأن فيه 5 خيوط عماله بتشد جزيء الميه مش عايزه تخليه يحصل له عمليه تبخر. يبقى مين اكتر واحد غليان؟ ممتاز، اكتر واحد هيغلي هو اكتر واحد عايز طاقه، اللي هيبقى معانا هو مين؟ كبريتات الالومنيوم. طب مين اللي بعديه؟ مين في المرتبه الثانيه اللي ليه 3 تحبال ده؟ اللي هو كلوريد المغنيسيوم. امال مين اقل واحد عايز درجه غليان؟ هيبقى كلوريد الصوديوم. يبقى بق السمكه عند مين؟ بق السمكه عند كبريتات الالومنيوم، هو ده اكتر واحد درجه غليان. بعديها عند كلوريد المغنيسيوم، اخر حاجه عند مين؟ عند كلوريد الصوديوم. تمام يا شباب؟ طيب نبدا مع بعض نروح للخاصيه الثالثه من الخاص. ايه معانا ثالث خاصيه؟ الخاصيه الثالثه هنتكلم عليها الانخفاض في درجه التجمد. الخاصيه دي حلوه قوي قوي، وهتبدا تفسر لك حاجات حلوه قوي قوي برضو. عارفين الناس اللي هي عايشين في المناطق القطبيه، الناس دول درجه التجمد عندهم بتبقى منخفضه جدا. يعني الناس دول ممكن يعيشوا في درجه حراره 2 1 0. يا صفر؟ ايوه. الناس دول بقى عندهم مشكله. ايه المشكله؟ المشكله ان الناس دول لما المطره بتمطر عندهم، هي المطره بتنزل في حاله سائله، انتوا عارفين. المطره اول ما بتنزل في حاله سائله وتنزل على الارض، بتلاقي في الارض درجه الحراره بتاعت البيئه بتاعتهم صفر. هو ايه اللي بيحصل للميه عند درجه صفر؟ ساعة الكثافة. ممتاز، المية هتتجمد. طب وايه اللي يحصل لو الاراضي كلها او الشوارع عند الناس دول من اللي عايشين في المناطق القطبية تلج؟ هتقول لي هيتزحلقوا. برافو عليك. بمعنى ان هو يتزحلق يا ابني ان هتحصل حوادث. طب هل انت عايز الناس اللي عايشين في المناطق القطبية يتزحلقوا؟ تقول لي يا مس ما يتزحلقوا احنا لا يا عم، يا عم بطل. المهم بص بقى، الناس دول كانوا اذكياء، فبدأوا ان احنا نلاحظ ايه. انا هقول لك على الحاجه اللي بتحصل وبعد كده هنشرح ونقول ليه الناس دي عملت كده. فلاحظنا ان الناس دي كل ما تكون في مطره يمشوا عربيات في الشوارع، العربيات دي جواها ملح وتبدا ترش ملح في الشوارع. ليه يا ناس بترش الملح في الشوارع؟ ده اللي حضرتك هتفسره بعد ما نشرح دلوقتي. يبقى الناس اللي عايشين في المناطق القطبيه عند درجه حراره اقل من الصفر كمان، يعني -1 -2، لما المطره بتمطر عندهم بيرشوا ايه في الشوارع؟ بيرشوا ملح. تعالى بقى هنعرف ليه. انت اللي المفروض هتقولي ليه. تعالى بص يا عم، الانخفاض في درجه التجمد. ايه هي درجه التجمد؟ قال لك يا دكتورنا درجه التجمد دي درجه الحراره اللي بتتحول فيها الماده من الحاله السائله للحاله الصلبه. عارف انت اما يكون عندك احنا في الصيف، يلا يا حبيب قلبي بقى خد ازازه الميه دي تروح حطها يا ابني في الفريزر. ليه؟ عشان تتجمد. قال بالمناسبه كان اسمها تلج ولا جليد؟ ممتاز، ايوه هم دول ولادي بقى، تلج. وما تقوليش يا مس ايه مش تفرق. اتفقنا ان التلج ده من صنع الانسان، انما الجليد ده من صنع الله. طيب فهنا يا ابني عشان اقول لك ان انا وصلت لدرجه التجمد، يبقى انا الدرجه اللي بتتحول عندها الماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه. ممتاز جدا. فهنا هيبدا يقول لك هنلاحظ ايه يا دكتورنا؟ قال لك ملحوظه عند الضغط الجوي المعتاد. فاكر الضغط الجوي المعتاد اللي هو 1 ضغط جوي؟ على فكره الشباب بيكتبوها 1 ATM، اللي هو ايه؟ معدل الضغط ودرجه الحراره. ماشي، معدل الضغط ودرجه الحراره، اللي هو يبقى الضغط الجوي المعتاد، اللي هو الضغط اللي واقع عليا وعليك دلوقتي واحنا على الارض. وقد ايه؟ 1 ضغط جوي. فهنا بيقول لك ايه؟ عند الضغط الجوي المعتاد تكون درجه تجمد المحلول دائما اقل من درجه تجمد الماء النقي عند درجه حراره 0. طيب تعالى نكمل. وذلك لأن قوى التجاذب بين جزيئات الماء وجزيئات أو أيونات المذاب تعوق ارتباط جزيئات الماء ببعضها لتشكيل بلورات التلج. تقول لي والله ما فاهم.
بس قبل ما اقول لك او قبل ما اروح افهمك، شايف انت الناس دول عاملين ايه؟ شايف هنا دي في المناطق القطبيه دي عربيه، انا مش عارفه هي واضحه عندكم ولا لا، دي عربيه، العربيه دي عماله بتنزل تلج في الشوارع. تعالى بقى اقول لك الناس دي ليه بتنزل تلج في الشوارع. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا عم، دلوقتي الراجل ده بيقول لك ايه؟ الراجل ده بيقول لك لو انت عندك كوبايه ميه ومحلول، ده ماء نقي وده محلول، والاتنين حطيتهم عند درجه حراره صفر درجه سيليزيه. يلا، انت عارف ان الماء النقي عند صفر درجه سيليزيه ايه اللي هيحصل له؟ هتقول لي يا ميس ده بيتجمد. فاكر الميه عند درجه حراره صفر كان الحجم بيزيد ولا بيقل؟ ممتاز، كان الحجم بيزيد، عشان كده الكثافه كانت بتقل. برافو عليك. فكنا بنقول يا دكاتره ليه الحجم بيزيد؟ قلنا عشان الميه بتاخد شكل بلورات، الميه بتبقى على شكل بلوره سداسيه الشكل. طب انا لقيت هنا الماء النقي عند درجه صفر اتجمد. طب تعالى نروح للمحلول. حد فاكر يعني ايه محلول؟ المحلول ده متجانس ولا غير اللي احنا بناخده؟ لا متجانس. يعني بيدوب ولا مش بيدوب؟ لا يعني بيدوب. طب المحلول مكون من كام حاجه؟ حاجتين، مذيب ومذاب. مذيب ابو حرف الياء ده الميه، والمذاب ابو حرف الالف ده الماده اللي انا هدوبها فيه. تمام كده؟ طيب انا معايا محلول وليكن ميه زائد ملح، وحطيتهم عند درجه حراره صفر. خد المفاجاه، لقيتها ما اتجمدتش. طب ليه بقى؟ ليه يا ميه ما اتجمدتيش، او ليه يا محلول ما اتجمدتش زي الماء النقي؟ قال لك بص يا عم، معنى ان انا اتجمدت ان جزيئات الميه بدات تتشكل وتمسك في بعض بالروابط الهيدروجينيه وتبدا تعمل الشكل السداسي. يبقى جزيئات الميه في الماء النقي، الميه جنب بعض كده بدات تاخد الشكل السداسي ده بواسطه روابط مين؟ بواسطه الروابط الهيدروجينيه. طب تعالى هنا في المحلول، بالله عليك هو المحلول ده انت عندك ميه بس ولا ميه وملح؟ هتقولي لا ميه وملح، من انت يا مس بتقولي محلول. طب يا دكتورنا الميه كان ربنا هديها وراحه تمسك في ايدين بعض عشان تعمل تلج، مين اللي منعهم يمسكوا في ايدين بعض؟ ومين اللي منع تكون البلورات بتاعت الميه؟ مين اللي قاعد محشور في وسط الميه؟ الملح. فمن هنا لقينا ان انا عند درجه حراره صفر الملح لسه او المحلول لسه ما اتجمدش. ليه؟ لان مين اللي بيعوق المحلول؟ برافو عليك، جزيئات المذاب. جزيئات المذاب اللي هي ايه؟ ملح بقى، سكر، اي حاجه انت حاططها. يبقى المحلول دايما درجه التجمد بتاعته عند صفر ولا اقل من الصفر؟ اقل من الصفر. اقول لك مثلا ايه؟ لا ده انت عشان تخليه يا ابني يتجمد مثلا تنزله لسالب واحد، تنزله لسالب اتنين، تنزله لسالب تلاته. تمام؟ يبقى مين اللي بيتجمد اسرع؟ الميه بس ولا الميه ام ملح؟ لا الميه بس. مين اللي بيتجمد اسرع؟ اسمع الكلمه دي، مين اللي بيتجمد اسرع؟ الميه النقيه. مين اللي بيتجمد ببطء؟ الميه ام ملح او المحلول، ميه بقى ملح او سكر، المحلول. يبقى البطيء في التجمد هو المحلول. تعرف ان انا كده فسرت لك ليه بيرشوا ملح على الارض؟ هتقولي ليه؟ هقول لك بص يا عم، ما هو لو مش الميه دي جايه من المطر، ايوه، مش المطر ده نقي فالمفروض هينزل على الارض كده فيتجمد بسرعه عند درجه حراره صفر، ايوه. طب انا دلوقتي عايزه الميه دي تتجمد على الارض ولا ما تتجمدش؟ قال لك ان احنا لقينا لما الميه بتتجمد بسرعه بتبدا تعمل جليد وتبدا تؤدي الى حدوث حوادث يا شباب في هذه البلدان. طب احنا كنا عايزين نحافظ على البلدان ديت ان هي ما يحصلش فيها حوادث، فقال لك سهله، نحول الميه من نقيه لمحلول يا ولاد الذين. وخلي بالك الملح رخيص. فقالوا ايه؟ هي لما الميه تبقى محلول كده هتتجمد بسرعه ولا ببطء؟ لا هتتجمد ببطء. يعني درجه التجمد بتاعتها مرتفعه ولا منخفضه؟ لا منخفضه. ده احنا بقينا تحت الصفر كمان، ده احنا لقينا بص سالب واحد يعني في السوالب. تمام كده يا دكتورنا؟ فبداوا يرشوا الملح على الارض عشان الميه ما تتجمدش بسرعه فما تحصلش حوادث. وصلت؟ عرفنا ليه بيرشوا الميه على الارض كده لما رش معذره، عرفنا ليه رشوا الملح على الارض. يبقى لما رشوا الملح على الارض والمطره نزلت عليه كده اصبح على الارض ميه نقيه ولا محلول؟ لا محلول. المحلول ده بيتجمد بسرعه ولا ببطء؟ لا ببطء. برافو عليك، ما دام ببطء هو ده اللي احنا عايزينه. فتعالى بقى ارجع هنا تاني اهو. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ ترش كميات من الملح على الطرق في المناطق البارده التي تصل فيها درجه الحراره لصفر. لو احنا سيبنا الميه النقيه عند صفر هتتجمد وتزحلق الناس عند سقوط الامطار. طيب وذلك ليه يا عم حطيت انت بقى؟ وده يجي لك ايه؟ ده يجي لك علل لو انت ازهر. وبعدين والله العظيم يا شباب بشوف التعليقات بتاعت طلبه الازهر، حبايب قلبي ربنا يحفظكم جميعا. انا بقى يعني انا بحبكم كلكم في الله، وبيفضلوا يقولوا يا ميس ما تسيبناش، انا مش سايباكم ومعاكم ان شاء الله، وفي وقت المراجعه والله تلاقوني عامله لكم مراجعات ومظبطه لكم الدنيا وما تقلقوش خالص خالص باذن الله. زيكم زي العام يعني، زي ما هشتغل مع دولم هشتغل معاكم باذن الله، وان شاء الله المنهج يخلص قبل الامتحان بتاعكم. انا عارفه ان امتحانات الازهر دايما يا شباب بتبقى بدري، بتبقى على اخر 12، وامتحانات العلم بتبقى على نص واحد، بس ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يا رب يرزقنا القوه والعمر ان انا باذن الله اقدر اخدمكم ان شاء الله. طيب فالحته دي تجي لك علل لو انت ازهر، تجي لك فسر في السؤال المقالي لو انت عام. ايه بقى
يقول لك فسر. ترش كميات من الملح على الطرق في المناطق البارده التي تصل درجه الحراره فيها الى 0 درجه مئويه. ليه برش ملح؟ عشان المطره تبقى مطره نقيه ولا محلول؟ محلول. طب والمحلول بيتجمد عند الصفر ولا اقل من الصفر؟ اقل من الصفر. فتبقى الاجابه لمنع تجمد مياه الامطار على الطرق ومنع انزلاق السيارات. يبقى انا بحط الملح ليه؟ عشان امنع تجمد ميه المطره. امنع تجمد ميه المطره. امنع تجمدها خالص، يعني هي مش هتتجمد ولا هتتجمد ببطء؟ لا، هتتجمد ببطء. تمام كده؟ ممتاز جدا. طب تعالى هنا يا دكتورنا، بيقول لك تاثير عدد الايونات الناتجه على ذوبان جزيء واحد من الاملاح على درجه التجمد. تعالى بقى، هو انا لو جبت كوبايه ميه فيها معلقه ملح وجبت كوبايه ميه فيها 10 معالق ملح، مين اللي يتجمد اسرع؟ ام معلقه ولا ام 10 معالق؟ تقول لي لا، ما احنا قلنا بقى كل ما الملح زاد كل ما يخليهاش تتجمد. يبقى يا ميس ام معلقه هتتجمد اسرع من ام 10 معالق. برافو عليك. طب تعالى هنا يا دكتورنا، هنا مدينا مين؟ هنا مدينا برضو كلوريد الصوديوم، مدينا اول حاجه كلوريد الصوديوم، مدينا كلوريد كالسيوم ومدينا كلوريد الومنيوم. تعالى نعد الايونات. ما احنا اتفقنا بقى ان المحلول بناخده بنوعه ولا بعدد ايوناته؟ بعدد ايوناته. كلوريد الصوديوم واحده ان ايه وواحده كلور، يبقى التوتال 2 ايون. هنا واحدة كالسيوم و2 كلور، يبقى التوتال 3 ايون. طب هنا واحدة ألمونيوم و3 كلور، يبقى التوتال 4 ايونات. مين اللي عنده ايونات كتير؟ الاثنين ولا الثلاثة ولا الاربعة؟ الاربعة. يبقى الاربعة دي هي تتجمد اول واحدة ولا اخر واحدة؟ برافو، اخر واحدة تتجمد. امال مين اول واحدة تتجمد؟ اللي فيها ايونين بس. تمام كده؟ يبقى اول واحدة هتتجمد معانا، اول واحدة هتتجمد اللي هي درجة التجمد بتاعتها نقدر نقول مرتفعة، هي مين؟ هي ال Na. انما هنا اكتر واحد الانخفاض في درجه التجمد مين؟ اقل واحد. بص بص بص، لو انا قلت لك في واحد هيغلي عند -1 والتاني يغلي ايه؟ هيتجمد. في واحد هيتجمد عند -1، واحد هيتجمد عند -2، واحد هيتجمد عند -3. كده في رايك مين اللي هيتجمد عند -3؟ مين اللي درجه تجمده هتنخفض قوي؟ برافو عليك، اللي عنده ايونات كتير. طب مين اللي هيتجمد عند -2؟ اللي هو عنده ايونات اقل شويه. طب مين اللي هيتجمد عند -1؟ اللي هو اقل واحد ايونات. يبقى كلما زاد عدد الايونات كلما قلت درجه التجمد. قلت بما ان انا نزلت لتحت الصفر، ده انا كده قليت. كده يا شباب ايه؟ قليت. طيب تعالى نروح لاخر حاجه، اخر خاصيه معانا، الضغط الاسموزي. ايه موضوع الضغط الاسموزي؟ بس قبل ما ناخد الضغط الاسموزي تعالى نفتكر الثلاث خواص جمعيه اللي احنا خدناهم. اول حاجه خدناها كان الضغط البخاري. يلا بقى افتكر، كان الضغط البخاري اعلى للماء النقي ولا للمحلول؟ ممتاز، للماء النقي عشان ده قدر يتحرر. طب تاني حاجه خدناها كانت درجه الغليان. ايهما كان اعلى في درجه الغليان، الماء النقي ولا المحلول؟ برافو، المحلول كان اعلى في درجه الغليان. تالت حاجه خدناها او لسه بنتكلم عليها، كنا بنتكلم على درجه التجمد. مين اللي كان بيتجمد اسرع، الماء النقي ولا المحلول؟ برافو، الماء النقي كان بيتجمد اسرع. طب احنا دلوقتي جايين بنتكلم عن حاجه يا شباب اسمها الضغط الاسموزي. يعني ايه الضغط الاسموزي؟ قال لك بص يا عم، عندي حاجه اسمها الاسموزيه وعندي حاجه اسمها الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي والاسموزيه بالظبط بيفكروك بفكره الغني والفقير. ايه بقى حوار فكره الغني والفقير ده؟ تعالى اروح كده افهمها لك هنا. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى لو انت هنجيب اناء، الاناء ده كبير حبتين، وهنحط في نص الاناء حاجه اسمها يا شباب غشاء شبه منفذ. حاجه اسمها ايه؟ تعالى انا هفهمك. غشاء شبه منفذ. غشاء يعني غشاء حاجه كده في النص، ماشي؟ غشاء يعني اعتبر مثلا كانها كيس كده مثقب، ماشي؟ شبه منفذ هو مش منفذ، منفذ ده يعني حد بيعدي كل حاجه، شبه منفذ يعني بيعدي حاجات بيعدي حاجات لا. يبقى انا دلوقتي جبت اناء، الاناء ده هحط فيه غشاء شبه منفذ في النص، وهبدا احط هنا يا دكتور محلول تركيزه 5%، وهنا هحط محلول تركيزه 30%، وابدا اقول لك بقى بما ان ده محلول وده محلول، فده ميه معاه حاجه، ولتكن ميه معاه ملح، ولتكن هنا برضو ميه معاها ملح. ابدا اقول لك بقى، وهنسمي دي 1 وهنسمي دي 2. فاقول لك بقى، هل الميه هتعدي من المحلول 5 ل 30 ولا من 30 ل5؟ تقول لي بص يا ميس تعالى انا اقول لك على حاجه وعمرك ما تنساها ابدا. ايه هي بقى؟ بص يا ابني، يعني ايه محلول تركيزه 5%؟ 5% دي معناها ان انا معايا 5 ملح ومعايا 95 اللي هم باقي الميه بقى. استنى، بما ان احنا هنكتب انجليزي نكتب كله انجليزي. ومعايا 95 ميه. لو انت فهمت دي تعالى لدي. يعني ايه محلول 30%؟ تقول لي يا ميس يعني 30 ملح و70 ميه. برافو عليكي يا حبيب قلبي. طب يعني ايه يا ميس اسموزيه؟ خلي بالك احنا بندرس حاجه اسمها الاسموزيه. اسموزيه يا ابني علمها،
اسمه زي نقل ميه، اسمه زي نقل ميه. تاني، يعني ايه اسمه زي؟ اسمه زي نقل ميه. يبقى انت في الاسموزيه بتنقل الميه ولا بتنقل الملح؟ لا، بنقل الميه. يعني بنقل المذيب ولا بنقل المذاب؟ لا، بنقل المذيب. يبقى اسمه زي نقل ميه، اسمه زي نقل ميه. طب مش انا مفهماك ان احنا دايما ماشيين بمبدأ الغني بيدي للفقير؟ ايوه. في فقير بيدي للغني؟ لا، الغني بيدي للفقير. طب تعالى بقى، انا هنقل ميه ولا ملح؟ لا، هنقل ميه، دي هتفرق معانا دلوقتي. يلا، اسمه زي نقل ميه. هنا يا ابني المحلول 2 ده عنده كام ميه؟ لا تقول لي يا مس ده عنده 95 ميه. طب المحلول 1 عنده كام ميه؟ تقول لي لا يا مس ده عنده 70 ميه. يلا يا دكتورنا، ال 95 تدي لل 70 ولا ال 70 تدي لل 95؟ ممتاز، ال 95 تدي لل 70. فده معناه ان ينتقل الماء، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، راحت فين؟ ان ينتقل الماء منين لفين؟ تقول لي ينتقل الماء من ال 95 يروح لل 70 لحد ما يحصل تساوي ما بينهم هما الاثنين. يبقى تاني، يعني ايه الخاصيه الاسموزيه؟ الخاصيه الاسموزيه هي خاصيه انتقال الماء من الاعلى تركيز بالميه للاقل تركيز بالميه. طب مين هنا كان اعلى تركيز بالميه؟ ال 95 ولا ال 70؟ لا، ال 95 ادت، تبقى دي اعلى تركيز بالميه. خلي بالك دايما اللي اعلى تركيز بالماء هيكون اقل تركيز بالمذاب. طب تعالى نشوف، مش ده كان عنده 95 ميه؟ طب الملح كام؟ 5 بس. طب مش ده كان عنده 70 بس ميه؟ يبقى الملح كام؟ 30. يبقى لو انا عندي الميه كتير يبقى الملح قليل. طب لو انا عندي ميه قليل يبقى الملح كتير. وصلت؟ طب انا لما باجي بنقل من الغني بالميه ولا الغني بالملح؟ تقولي لي الثانيه يا مس اسمها ايه؟ اسمه زي نقل ميه، اسمه زي نقل ميه، اسمه زي نقل ميه. اربطها بدي. هتقولي خلاص يا ميس ما دام اسمه زي نقل ميه يبقى احنا هننقل من الغني بالميه للفقير بالميه. فهنا يا ابني انت كام؟ انت 95 ميه وهنا 70 ميه، يبقى ده هيروح لده. تمام كده؟ طيب مين اللي بيخلي ده يدي لده؟ يعني لو انا قلت لك انا كنت جايبه محلولين، المحلول ده 5% والمحلول ده 5%، مش كده الاثنين قد بعض؟ هل هيبقى في حد هيدي للتاني؟ لا. يبقى دايما عشان يكون في ضغط اسموزي، يعني عشان يكون في حد يزق لحد، لازم تكون مين؟ لازم يكون في حد اعلى من التاني. طيب اقول لك على حاجه تانية برضو. عارف احنا لما بناكل اكل فيه ملح كتير، زي مثلا لما بناكل ايه؟ عارف انت في سمك، فسيخ، رنجه، الاكل دون بيكون نسبه الملوحه عنده عاليه جدا، فده بيخلي الضغط الاسموزي عندي من جوه عالي في جسمي. انت تلاحظ كده دايما لما تاكل حاجات مسكره قوي او حاجات حادقه قوي تلاقي نفسك بتعوز تشرب ميه كتير. جربها كده، او ركز مع نفسك لما تيجي تاكل حاجه فيها ملح كتير تلاقي نفسك بتعوز تشرب ميه كتير. هنا ايه اللي حصل؟ الملح الكتير اللي جوه جسمي بيسحب ميه من بره لجوه. بيسحب بقى ازاي؟ انت تلاقي نفسك دايما عطشان، تلاقي نفسك دايما عطشان. فده معناه ان انا كده جوايا الميه كتير ولا قليل؟ الميه قليل. وبره الميه كتير ولا قليل؟ يعني في الازازه مثلا الميه كتير، فتلاقي نفسك عمال بتجيب ميه من بره لجوه. وصلت؟ فتعالى هنا افهمك الحته دي تاني. بيقول لك ايه يا دكتور؟ يعني ايه الاسموزيه؟ هو انتقال الميه، اسمه زي نقل ميه، اوعى تنساها، اسمه زي نقل ميه. عندك الحته بتاعت الاسموزيه دي في ثالثه ثانوي، الناس اللي هتكمل معانا ان شاء الله علم علوم. الاسموزيه قال لك هي ظاهره انتقال الماء من المحلول المخفف الى المحلول المركز. تقول لي يا مس يعني ايه محلول مخفف ومركز؟ يعني يا ابني مش انا من شويه كنت قايله لك المحلول 5%؟ طب والمحلول الثاني مش كان 30%؟ مين فيهم مخفف ومين مركز؟ تقول لي عارف زي فكره الشاي الخفيف والشاي التقيل. الشاي الخفيف ده انت حاطط مثلا ربع معلقه شاي، الشاي التقيل انت حاطط معلقه شاي. فهنا مين عندك المخفف؟ ال5 ولا ال30؟ ال5 ده عنده 5 بس ملح. طب ال30 لا ده مركز عنده 30 ملح. طب احنا اتفقنا ان كان المحلول المخفف ده الخفيف ده غني ميه. طب والمحلول المركز فقير ميه. طب واحنا بننقل من الغني للفقير ولا من الفقير للغني؟ من الغني للفقير. يبقى هننقل من المحلول، يبقى هي ظاهره انتقال الماء من المحلول المخفف اللي هو غني بالميه الى المحلول المركز اللي هو فقير بالميه خلال غشاء شبه منفذ ينفذ او يفصل بين المحلولين. طب قال لك عندك حاجه اسمها الضغط الاسموزي. ايه هو الضغط الاسموزي؟ قال لك الضغط الناشئ في المحلول. الضغط الناشئ فين؟ في المحلول. انا عشان يبقى فيه حد يسحب من التاني لازم يكون في فرق ما بيننا ولا احنا قد بعض؟ ممتاز، لازم يكون في فرق ما بيننا، لازم يكون في واحد غني والتاني فقير. لو احنا قد بعض محدش هيدي للتاني. قال لك الضغط الناشئ في المحلول نتيجة اختلاف تركيز المواد المذابة بينه وبين محلول آخر مما يؤدي إلى انتشار الماء بالإسموزية من المحلول الأقل في التركيز أهو اللي هو فوق كان 5 إلى المحلول الأعلى في التركيز اللي هو كان 30. يبقى ده يدي لده. تمام؟ أي أن المحلول الأعلى تركيز اللي كان عنده ملح كتير، أعلى تركيز يعني ملح كتير، أعلى تركيز يعني ملح إيه؟ ملح كتير. ماله؟ ذو الضغط الاسموزي المرتفع لديه القدره على سحب الماء من المحلول الاقل تركيز. ما هو دوت الفقير هيسحب من الغني.
تمام. طيب ايه العلاقه ما بينهم؟ قال لك العلاقه طرديه يا دكتور، كل لما انت زودت ملح كتير كل لما انا اقدر اشد ميه اكتر. كل لما يبقى عندي ملح كتير، يعني لو انا محلول، لو انا اكلت كميه ملح كتير قوي 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 يبقى هتلاقيني بشرب ميه كتير قوي قوي. يبقى كلما كان تركيز الاملاح عالي كلما زاد الضغط الاسموزي، كلما كان تركيز الاملاح عالي كلما زاد الضغط الاسموزي. يبقى العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه. طيب تعالى بقى يا دكتورنا نجمع كل اللي احنا قلناه. احنا كنا بنتكلم في الحصه دي عن ايه؟ بنتكلم عن حاجه اسمها المحاليل المائيه وخواصها. واتفقنا ان المسطحات المائيه الميه اللي فيها ميه نقيه ولا ميه غير نقيه مخلوطه؟ ميه مخلوطه. وقلت لي اما دايب فيها حاجات او عالق فيها مواد او ايونات. طيب خدنا كام صفه للمحلول؟ تقول لي يا مس مش لما تقولي لي الاول يعني ايه محلول؟ قلنا يا دكتور محلول يعني محلول متجانس. احنا اتفقنا ان المحاليل فيه متجانسه وغير متجانسه. المتجانس اللي هي اللي الحاجه اللي جواه دابت زي الملح كده. الغير متجانس دوت اللي مش بتدوب زي الرمل في الميه، ديت ما دابتش، ودوت مش موضوعنا خالص الحصه دي. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على المحاليل المتجانسه. طب اتفقنا اي محلول مكون من ماده ولا اتنين؟ لا اتنين، عشان كده سميناهم مخلوط. مذيب ومذاب. ابو حرف الياء المذيب ده الميه اللي هو الكتير، والمذاب اللي بحرف الف ده الملح مثلا او السكر او اي ايون. تمام. قلنا ان انا عندي ان المحاليل دي اللي هي مكونه من مذيب ومذاب ليها صفات. ليها صفه ولا اتنين ولا اربعه؟ ليها اربعه. ايه اول صفه؟ خدنا حاجه اسمها الضغط. الضغط الايه؟ الضغط البخاري. ولقيت، تعالى بقى تعالى نقارن ما بين المحلول والماء النقي. المحلول والماء النقي، احنا لقينا ان الضغط البخاري اعلى للمحلول ولا للميه النقيه؟ لا للميه النقيه. الضغط البخاري اعلى لان اتفقنا هنا ان كان عنده في الميه النقيه كان عند اللي بيشدها بس الروابط اللي هي الروابط الهيدروجينيه، ولكن لما كنا بنتكلم على المحلول كان اللي بيسحبها لتحت الروابط الهيدروجينيه ومين؟ وجزيئات الملح. فلقينا مين اللي قدر يتحرر اكتر ويضغط اكتر؟ الماء النقي. فلقينا ان الضغط البخاري اعلى في الماء النقي. طب لما اتكلمنا على درجه الغليان، مين اللي اكتر في درجه الغليان؟ مين اللي عايز طاقه كتير عشان يقدر يتحرر؟ لقينا مين؟ لقينا المحلول. يبقى درجه الغليان اعلى في المحلول عن مين؟ عن الماء النقي. فلقينا الماء النقي لو بيغلي عند 100 يبقى في المحلول هيغلي عند اكبر من 100. طب درجه التجمد لقينا مين اللي بيتجمد اسرع؟ الميه النقيه ولا الميه ام ملح؟ افتكر كانوا بيرشوا على الارض ملح عشان الميه ما تتجمدش. ممتاز. يبقى ده معناها ان اللي بيتجمد اسرع هي مين؟ الميه النقيه. يبقى درجه تجمد الماء النقي اعلى من درجه تجمد مين؟ المحلول. يعني لو احنا يا دكتورنا قلت لك الماء النقي بيتجمد عند صفر، يبقى هنا بيتجمد عند -1 -2 اقل من الصفر يعني. يبقى هنا في انخفاض لدرجه التجمد. طب الضغط الاسموزي، لان الضغط الاسموزي للمحلول اعلى من الضغط الاسموزي للماء النقي. تمام كده يا شبابنا؟ ده نفس اللي احنا لسه قايلينه اهو. ده احنا كده بنراجع. يبقى يغلي المحلول. تعالى كده، لو المحلول هيغلي عند 100 ولا اعلى من 100؟ ممتاز، اعلى من 100. طيب لو احنا بنتكلم على الضغط البخاري، الضغط البخاري بقى اعلى من الماء النقي ولا اقل من الماء النقي؟ ممتاز، اقل من الماء النقي لان هو مش قادر، لان مش قادر يهرب، في حد بيشده لتحت. طب لما جينا نتكلم عن درجه التجمد، بسم الله، لما جينا نتكلم عن درجه التجمد، ها ايهما اتجمد اسرع؟ الماء النقي ولا المحلول؟ ممتاز. لو الماء النقي بيتجمد عند صفر يبقى المحلول هيتجمد عند اقل من الصفر كمان. طيب لما كنا نتكلم على الضغط الاسموزي، مين اللي عنده ضغط اسموزي؟ قلنا الضغط الاسموزي عند المحلول. ومعنى كلمه ضغط اسموزي يعني في فرق في الاملاح، في حد غني بالملح عن التاني. فاللي عنده ملح كتير ميته قليله، واللي عنده ملح قليل ميته كتيره. طب اسموزيه نقل ميه ولا نقل ملح؟ نقل ميه. فاللي غني بالميه يدي للي فقير بالميه لحد ما يحصل ما بينهم تساوي. تمام كده يا شباب؟ كده احنا بفضل الله خلصنا الدرس الرابع سوا، الحمد لله، اللهم لك الحمد. اتمنى ان ما يكونش في حاجه ما فهمتوهاش. لو في حاجه ما فهمتوهاش اكتبوا لي لا بلاش بقى نقول اكتبوا لي في التعليقات، لان زي ما انا قلت لكم من باب الامانه انا مش بقدر اتابع كل التعليقات، ولو ان تعليقاتكم رائعه والله. والله لما بفتح كده والوقت يعني بيكون الوقت متاح ان انا افتح واقرا التعليقات، يا ربي بجد جزاكم الله خيرا والله. يا رب يكتب لكم مثل ما تدعون لي وزياده يا رب، اللهم امين. ولكن تابعوني بقى على جروبات الواتساب. اي حد مش فاهم اي حاجه اكتب لي على جروب الواتساب زي ما اتفقنا، نفتحه ان شاء الله يوم الجمعه، كل يوم جمعه نفتحه. هقول لكم الساعه كام بالظبط، يعني انا هنزل على الجروب يوم الجمعه الصبح لكم يا شباب احنا هنفتح وقت كذا. الناس بقى تدخل، اللي عايز حاجه، الامر مجاني يا شباب تماما، المتابعه دي مجانيه تماما تماما تماما. اتمنى ان الدرس يكون نال اعجابكم. لو انت فهمت مني شير الدرس من باب الدال على الخير كفاعله، شيره لاصحابك. يا رب يتقبل مني ومنكم سعيكم. انا اتفقنا مع بعض ان احنا هنحل بس خليني ايه بقى الحل يبقى في فيديو منفصل هنزله لك برده النهارده ان شاء الله مع الحلقه. تمام. باسمك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في امان الله. مع السلامه يا شباب.